في اول المسلسل بنشوف خناقه وش في بار، والبطله بتاعتنا هونج بتدخل الاوضه، فبيجي واحد اسمه تشو يزعق فيها ويفتكرها مجرد جرسونه شغاله في المكان. بس اللي ما يعرفوش ان هونج دي محققه تقيله، ومهمتها المره دي انها تكون شاهده عشان تكشف عصابه الرشاوي دي. العصابه طلعت شنطه فلوس مليانه وطلبوا منها تقول كلام معين بكره قدام المحكمه عشان يخرجوا منها. هونج طمنتهم وقالت لهم ما تقلقوش، انا مجهزه كل حاجه لبكره. العيال فرحوا وافتكروا ان اللعبه خلصت. بس في المحكمه تاني يوم هونج فرجتهم النجوم في عز الظهر، بدل ما تشهد معاهم شغلت تسجيل فيديو بيفتح تشو وهو بيديها الرشوه وبالدليل القاطع. تشو وعصابته اتجننوا لانها باعتهم، والنتيجه ان تشو اتسحب على السجن فورا. وهي خارجه من المحكمه قابلت واحد اسمه هوانج وكان شايط، ومن كتر غله عايز يضربها بشنطه الفلوس، بس هونج اديته بالشلوت ووقعته هو والشنطه على الارض. بطله بتفهم في الاصول وفي الضرب كمان. في اللحظه دي جاله تليفون من مديره جون زي بوم وقال له انت موقوف عن العمل يا هوانج بسبب تهم الرشوه. هوانج ما لحقش ينطق بكلمه والمدير قفل السكه في وشه، وزي ما بنقول الغباء اخرته وحشه. تاني يوم هونج كانت قاعده بتشرب قهوه وبتقرا الجورنال، شافت بنتين ماشيين في نص الطريق ومعطلين الدنيا، فنزلت فيهم نصايح وأدبتهم بكلمتين محترمين. ولما راحت الشركه المدير جون جاب لها خبرين، واحد حلو وواحد زي الزفت. الحلو انها اترقت وبقت رئيس القسم، والوحش ان كل الموظفين اللي تحت ايديها قدموا استقالتهم عشان مش عايزين يشتغلوا معاها. دخلت عليهم المكتب وسمعتهم هما بيقطعوا في فروتها وبيقولوا انها خطفت كراسي وغطرت بمديرها القديم وما عندهاش روح الفريق. هونج دخلت عليهم فجأة وخلت وشهم يجيب ألوان، قطعت ورق الاستقالة واديتهم دش محترم وقالت لهم قدامكم حلين، يا تمشوا دلوقتي يا تكملوا معايا لانكم عارفين اني شاطرة ومعاكم 10 دقايق تفكروا وتيجوا غرفة الاجتماعات. الغريب ان كلهم دخلوا الاجتماعات في اخر لحظة، حتى الواد نام دونج اللي كان اكتر واحد بيشتم فيها طلع في الاخر بقه ما يقدرش يستغنى عن الاكل والعيش. في الاجتماع هونج صممت انها تحقق في قضية صعبة جدا لشركة هان مين للاوراق المالية، ومع ان الموظفين بتوعها قالوا لها انت كده بترمي نفسك في عش الدبابير، الا ان هوانج ما فرقش معاها وقررت انها تجيب حق ربنا وتكشفهم مهما حصل. الناحيه الثانيه في شركه هان مين المدير التنفيذي ميونغ هي عرف ان النيابه هتحقق في الشركه، فراح لرئيس مجلس الاداره جانج وقال له دي فرصتنا نصلح غلطاتنا وننظف اسم الشركه. بس جانج دماغه ناشفه وافتكر ان ميونغ هي عايز يقلبه من على الكرسي اللي بناه من الصفر. الاثنين شدوا مع بعض في الكلام، وميونغ هي سابه ومشي وساب جانج هيولع من غيظه. وهونج كانت في اجتماع مع وكيل النيابه وكانت عايزه تراقب حسابات بنته نوسه، بس وكيل النيابه رخمه ورفض وقال لها هاتي ادله ملموسه الاول. هونج كانت هتاكله بس المدير جون هداها لان من غير النيابه مش هتعرف تفتح الملف اصلا. بالليل بقى هونج كانت سهرانه لوحدها في الشركه بتدور وراهم، واكتشفت ان فريقها الكسلان سابوها وراحوا يسهروا مع بعض. وهي قاعده جالها ايميل فيه ادله فساد الشركه، وراحت تقابل صاحب الايميل فورا، وطلعت المفاجاه اللي باعت الايميل هو ميونغ هي نفسه. هونج افتكرته جاي يرشيها بس هو فاجئها واداها دفتر الحسابات السري، ولما سالته بتعمل كده ليه قال لها ان هو بيحاول ينقذ الشركه من نفسها. هونج وافقت تحط ايديها في ايده بس حذرته بكلمتين لو غدرت بيا هبعتك لعزرائيل بنفسي. تاني يوم هونج قدمت الادله للنيابه وطلبت اذن تفتيش للشركه، وميونغ هي كلمها وحددوا ميعاد يتقابلوا بالليل. بس للاسف السكرتيره سمعته وبلغت مدير المكتب اللي بعت ناس تراقب ميونغ هي فورا. الشركه كانت في حاله طوارئ بسبب التفتيش المفاجئ، والرئيس جانج كان هيتجنن ازاي ميونغ هي عرف الخبر وما بلغوش. أمرهم يجيبوه فورا، بس الصدمة نزلت على الكل زي الصعقة. ميونغ هي مات في حادثة عربية مدبرة. المدير جون لام هونج انها خبت عليه اتفاقها مع ميونغ هي، وهي قالت له انها كانت مستنيه تمسك الدفتر السري الاول اللي موجود في مكتبه. وللاسف الواد الغلاوي نام دونج دي كان واقف ورا الباب وسمع كل حاجه، وبسبب ضغط الصحافه النيابه وقفت التحقيق ولبسوا هونج الليله وقالوا انها السبب في موت ميونغ هي. والواد نام دونج دي كمل الناقص وفتن عليها للنيابه، والنتيجه هونج اتوقفت عن العمل واتخصم منها مرتب 3 شهور. وزي ما بنقول ما تخافش من عدو عاقل، خاف من زميل غبي. المشهد بينتهي بهونج وهي قاعده حزينه في محل مامتها وبتشرب وبتحاول تستوعب الغدر اللي حصل لها من كل ناحيه. بعد ما هونج سابت بيت مامتها وهي ماشيه حافيه ومكسوره الخاطر قابلت واحد اسمه جاك كان راكب عربيته وعايز يوصلها، بس هونج حست ان في حاجه غلط ورفضت تركب معاه. واول ما طلعت الموبايل عشان تطلب الشرطه طلع لها شخصين من العربيه وحاولوا يخطفوها بالعافيه. هونج قاومت بكل قوتها، ولحسن حظها صوت سيرينة البوليس عدى في الوقت المناسب وانقذ حياتها. اما وكيل النيابه الغلبان فما كانش محظوظ زيها واخد خبطه بالشومه على دماغه فقدته الوعي في مكانه. وفي بيت رئيس شركة هان مين العيلة كلها اتجمعت بعد ما التحقيق خلص. الرئيس جانج حط شرط لبنته نوسة لو قدرت تثبت كفاءتها وتتثبت في الشغل بعد 3 شهور هيديها كل الاسهم اللي كان ناوي يديها لميونغ هي اللي مات. نوسة كانت شايفة انها مش قد المسؤولية، بس امها ضغطت عليها عشان ما تضيعش الورث من ايديها. اما المدير جون عرف ان هونج في المستشفى بعد محاولة الخطف، فراح لها بكرتونة لبن عشان يطمن عليها،
يشتغلها، بس طبعا دي كانت حجة. هو كان رايح يقنعها تندس وسط شركة هانمين وتدخل مسابقة التوظيف عشان تشتغل مساعدة هناك وتراقبهم من جوه. هونج في الأول رفضت تماما وقالت له أنا مش هرمي نفسي في النار برجليا، بس المدير جون فضل وراها في كل حتة ويحط لها ورقة التقديم قدام عينيها. وبعد ما شافت المؤتمر الصحفي بتاع شركة هانمين اللي كله كذب وتزييف، هونج دمها غلي وقررت تاخد حقها وحق ميونج هي، ووافقت على خطة المدير جون. بس كان في مشكلة، ازاي واحدة عندها 35 سنة تقنعهم ان عندها 20 سنة بس؟ وهنا لجأت لاختها الصغيرة عشان تعمل لها نيو لوك كامل وتصغرها في السن. واختها قالت لها لو حد سألك على البطاقة يبقى احنا كده نجحنا وبقيتي بيبي فيس. وعشان تتأكد هونج راحت محل قصص مصورة اللي هي بتاعت المانجا للكبار بس عشان تشوف صاحب المحل هيطلب بطاقتها ولا لا. هناك قابلت ألبرت ابن رئيس شركة هانمين المدلل، والاتنين حطوا ايديهم على نفس الكتاب في نفس الوقت. والبرت اول ما شافها اتسحر بجمالها، بس كان رخم ورفض يسيب لها الكتاب. ولما راحوا لصاحب المحل عشان يحل المشكله، اول ما شاف هونج قال لها وريني بطاقتك يا شاطره، شكلك لسه قاصر. وهونج من فرحتها انها فعلا شكلها صغر 15 سنه سابت الكتاب لالبرت ومشيت وهي طايره من الفرحه. وتاني يوم راحت امتحان التوظيف في شركه هانمين بشخصيه جديده واسم جديد، هونج زامي. وطبعا زامي اكتسحت الامتحان وجابت اعلى درجه، وفي المقابل نوسا بنت الرئيس جابت اقل درجه. وفي المقابلات الشخصيه زامي ونوسا كانوا اخر اتنين، فزامي بكل ثقه طلبت من اللجنه يسالوهم هما الاتنين مع بعض. واول ما اللجنه سالت السؤال نوسا كانت اسرع من زامي وجاوبت فورا، وخلصت المقابله على كده. زامي ما كانتش راضيه ابدا عن نتيجه المقابله، وقبل ما تمشي سابت لهم قنبله وقالت للجنه انا ما غلطتش في السؤال الاخير، السؤال نفسه هو اللي غلط والاختيارات مش منطقيه، عشان كده كتبت الاجابه الصح من عندي على جنب. اللجنه اتصدمت وقعدوا يراجعوا السؤال 7749 مره، وفي الاخر اكتشفوا ان عندها حق وانه فعلا غلط منهم. وبكده زامي نجحت رسمي وبقت موظفه في شركه هانمين وراحت تعيش في السكن الخاص بيهم. وهناك قابلت نوسا اللي كانت معاها في الامتحان، والمفاجاه انها قابلت البنت المستهتره اللي ادتها درس في الاخلاق في اول المسلسل واسمها بوك هي. اول ما هونج دخلت الاوضه لقت بوك هي بتفتش في مذكراتها، فهونج اترعبت لسرها يتكشف وهجمت اخدت منها الكشكول. بوك هي دي بقى عامله نفسها فيها شاويش عطيه ونازله في البنات اوامر، وطلبت من كل واحده تعرف نفسها. هونج لقت نفسها مضطره تطلع الكيوت اللي جواها وقالت بصوت رقيق ومستفز اهلا يا جماعه انا اسمي هونج زامي وعندي 20 سنه بس. بوك هي بصت لها بنظره شك وكانها بتقول لها على مين يا خالته، بس عدتها ونصبت نفسها الكبيره وحجزت لنفسها اكبر اوضه في السكن. فهونج بذكاء قالت لها انا هسكن معاكي في نفس الاوضه، وده طبعا عشان تقرب منها وتعرف معلومات عن المدير جانج. بوك هي ما كانتش طايقه هونج وبتعملها كانها الخدامه اللي امها جابتها لها، وكانت بترمي عليها كل شغل البيت والتنظيف. وهونج كانت بتبلع الاهانه وتبص لها باحتقار من تحت لتحت وهي بتقول في سرها صبر عليكي الغرض في نفس يعقوب. تاني يوم في اول اجتماع اكتشفوا ان بوك هي اللي هتكون المشرفه عليهم. قدام المديره كانت بتبتسم ابتسامه صفراء، واول ما المديره مشيت رجعت لوش الحما تاني وفضلت تتنمر على هونج وتصرفاتها اللي باين عليها انها اكبر من سنها بكتير وخلت الكل يضحك عليها. بس رغم كل ده هونج بشخصيتها الرزينه قدرت تكسب قلب البنت الصغيره نوسا وبقوا صحاب جدا، وهونج كانت بتعاملها كانها اختها الكبيره فعلا. بعد الغدا هونج قررت تروح تصالح بوك هي وتكسب رضاها بوجبه غدا، وهي رايحه سمعتها وهي بتتخانق مع زميلتها اللي كانوا بيتريقوا عليها ومن تعليمها المحدود ولقبوها بسوبر بيبي. بوك هي دمها غلي وكانت هتمسك في خناقهم، وهنا هونج دخلت في الوقت المناسب عشان تخلص الموقف وتنقذ بوك هي من الورطه دي. بس يا عيني على هونج جت الحزينه تفرح ما قالتلهاش مطرح. البنات التانيين بدل ما يسكتوا زودوا العريار وفضلوا يتريقوا عليهم هم الثلاثه بكلام يسم البدن. بوك هي هنا فيوزاتها ضربت ومبقتش شايفه قدامها من كتر الغيظ، راحت مسكت جردل وقعدت توزع خبطات في كل حته زي العمية. وطبعا زي ما انتم عارفين الخبطه ما جاتش في اي حد من اللي بيشتموا، الخبطه لبست في نافوخ هونج الغلبانه. بعد ما ادوها العلقه المحترمه وقبل ما يمشوا قالوا لها بعد كده ما تحشريش من خيرك في اللي مالكيش فيه. والمستفز اكتر ان بوكي بدل ما تشكرها قالت لها انها حشريه وادتها كلمتين ملهمش لازمه. هونج كانت هتنفجر من الغيظ بس كتمت في نفسها عشان المهمه تكمل. بعد ما دخلت الشركه وبدل ما تلاقي مكتب شيك رموها في اوضه اداره المخازن، الاسم يبان فخم بس من جوه زريبه ومكركبه بشكل يسد النفس. وهناك كانت المفاجاه الصادمه، رئيس القسم طلع هو نفس الشاب اللي شافته في محل الفيديو. اول ما شافها افتكرها جاي تشتكي عشان اتاخر في ترجيع الفيلم، وقعد يحلف لها والله اتأخرت عشان كنت مشغول مش عشان قاعد اعيد المشاهد الرومانسية. الصدف ما خلصتش لحد هنا، وفي حفلة استقبال المدير الجديد هونج لقت نفسها قدام شين جونجو، وتخيلوا طلع مين؟ حبيبها القديم. هونج ندمت ان معلوماتها كانت ناقصة وقالت في سرها لو كنت اعرف ان اكس عمري هو اللي هيبقى المدير ما كنتش وافقت على الليلة دي ابدا. طبعا رئيس القسم سيمون لقط الحكاية وحس ان كان في بينهم قصة حب وولعة من نظراتهم، وفعلا من 12 سنة كانوا عصافير كناري. هونج سابت ذكريات الماضي ورجعت للواقع الزفت، مكتب فاشل ورئيس
قسم قاعد طول النهار يقطع في افلام، وموظفين اكل ومرعى وقله صنعه، ومحدش فيهم بيفكر ازاي يقرب من الرئيس الكبير عشان يجمع معلومات. هونج قررت تمسك اللجام وامرت رئيس القسم يدور ورا بوك هي، وهي ما تعرفش ان الكنز الحقيقي قاعد جنبها البنت الهبله نوسة. نوسة دي كانت الفرخه اللي بتبيض ذهب، والمدير وعدها ان هو هيديها الشركه كلها. الشركه اصلا بقت عامله زي صراع العروش، ورئيس قسم هونج طلع واحد من قرايب الرئيس، بس هو مكبر دماغه ومركز في الدراما والتمثيل بس. شايلها شيله تقيله وهد حيلها عشان توصل له حاجات، بس وهي ماشيه سمعت بالصدفه البنات اللي اتخانقوا معاها. بوك هي كانت بتترجى المدير يخليها في الشغل عشان تصرف على اخوها اللي في السجن بعد ما الرئيس قلب عليها. هونج بصت لهم بقرف وقررت انها مش تشغل بالها بالست دي وتكمل تمثيليتها لحد ما تجيب اخرهم كلهم. المكتب كله بالاربع ماكينات اللي فيه سابوا الشغل وراحوا عشان يشربوا شربات، وقعدوا يهبطوا في مواضيع اكبر من حجمهم، واللي يتكلم عن آلات حاسبه في الجيب، واللي يتكلم عن عربيات بتمشي لوحدها، هبد ملوش اخر. راقب المدير وهو شارب مسخسخ خالص قاعد يرمي كلام عن المستقبل وكأنه بينجم، واتكلم عن آلات حاسبة بتتحط في الجيب وعربيات بتمشي من غير سواق. طبعا في زمن الفيلم ده كان خيال واسع، بس النهارده احنا شايفين الحاجات دي في ايدينا. والغريب ان المكتب ده رغم انه اكسل مكتب بس ما فيهوش فتفوته في الشركه الا وهم عارفينها، لدرجه ان هم توقعوا ان هونج هي اللي هتاخد مكان بوك هي لو اترفضت. والمفارقه ان بوك هي متمسكه بالكرسي وقاعده عماله تعيط وبتقوق دموع التماسيح عشان مكانها، اما هونج فمش طايقه المنصب عشان خايفه تقابل حبيبها القديم. وبسبب الظروف الصعبه هونج اضطرت تحط ايديها في ايد بوك هي عشان تسوغ من مواجهه حبيبها. الناحيه التانيه المدير دوك كان راسم خطه يوقع بيها سونج من غير ما يوسخ ايده. هونج لقطت الليله وقررت تلعب عليه اللعبه وتجره في الكلام بالاسئله اللي كانت محضراها. سونج لعبتها صح، بعتت التحذير لسونج بو عن طريق بوك هي عشان تضرب عصفورين بحجر، تنقذ حبيبها القديم من فخ المدير وتخلي بوك هي تلزق في الكرسي بتاعها وما تترفتش، وبكده هونج تضمن انها مش هتشوف وش حبيبها كل يوم في المكتب. قالت لها اطلبي له بيتزا لانه بيموت فيها، ومش بس كده دي قعدت ترسم لها وتخطط لها وتديها نصايح ازاي تثبت كفاءتها قدام جيانج اللي هو حبيبها القديم. بوك هي استغربت جدا وقالت لها انت ايه اللي عرفك بتفاصيل حياه الراجل ده ودماغه؟ فهونج اتوترت وقالت لها يا ستي انا بس ما اعترضتيش كلام. طبعا ما قدرتش تقول لها ان هي كانت غرقانه في قصه حب ما تتنسيش. وفي الاجتماع الكبير تاني يوم هونج عملت حركه صايعه خلت نوسة تقع وتوقع معاها طقم فناجين وصواني، والدنيا اتقلبت، والغرض كان تشتيت الكل عشان بوك هي تسرب ملف سري لجيانج من غير ما حد يحس. وطبعا الغلبانه نوسة هي اللي شالت الشيله كلها واتهزقت، ورغم انها متدربه وكان المفروض تترفد بس جدها رئيس الشركه سكت عشان الدم بيحن وما قدرش يبهدلها. بس المصيبه كانت في جيانج يو المدير الرخم اللي اتجنن من الحركه اللي عملتها هونج وفضل يشتم فيها ويهزقها قدام الموظفين. هونج كانت خلاص طاقتها خلصت وراحت شاتمه فيه كلمه كده ولا كده، والراجل ده دمه فار وكان هيمد ايده عليها، بس في اللحظه دي ظهر الفارس المغوار رونج ري وانقذها من ايده. من الناحيه التانيه بوك هي كانت طايره من الفرحه لان جيانج قاعد يمدح فيها وفي افكارها، وهي اصلا لا فاهمه حاجه ولا كتبت كلمه، وكل الشغل كان مجهود هونج من ورا الستاره. اما هونج وهي ماشيه وفرحانه بذكائها خبطت في 3 عقارب من بتوع المكتب اللي بيحبوا يتنمروا على الخل. هونج ما سمتش عليهم وقلبت لنمر وزمجرت في وشهم وخلتهم يقطعوا الخلف، لدرجه ان هم لما شافوا بوكي اللي كانوا بيحتقروها زمان وطوا راسهم وسلموا عليها باحترام، لان هونج بقت هي الظهر والحمايه. بعد ما هونج سيطرت على بوكي بدات تسحب منها لسانها وتعرف معلومات عن المدير العام، وبدات تكتشف ان في تلاعب في الدفاتر وسرقه في الفلوس، وان بوكي مخبيه السجل السري اللي بيفتح كل حاجه. هونج اضطرت تتسحب للمكتب بالليل زي الحرامية عشان تدور على مفتاح السر في الورق بتاع بوك هي، وبالفعل وصلت له. وهي بتدور لقت ان جيانج وو لسه في المكتب رغم ان الدنيا بالليل. طلعت تجري ورجلها بتخبط في قفاها عشان ما يشوفهاش، وافتكرت انها هربت وبدأت تاخد نفسها، وفجأة ايد حست بيها على كتفها ولفت في وشها لقت جيانج وو واقف وراها بالظبط. ورغم ان هما ما تقابلوش من 12 سنة هو عرفها فورا من اول نظرة. القدر فعلا ملوش امان، مهما حاولت تهرب الزمن دوار، وحطها قدام اللي كانت بتهرب منه في اضيق حتة. وهو راكب عربيته الضخمة لمحها وهي بتجري وهتطير من الخوف، نزل من العربية وقف قدامها والاتنين تنحوا ومحدش عرف ينطق. وعشان هونج ما تتكشفش عملت فيها عبيطة ونظراتها كانت بريئة زي العيال الصغيرة، وسابته ومشيت وهي بتبرطم، وسابته وهو في صدمته. وجيانج وو لما رجع البيت شاف الدبلة والروج على الترابيزة والذكريات هجمت عليه. اصل الحكايه ان علاقتهم زمان كانت سمنه على عسل، ومن كتر ما هو مشغول باله كلم معارفه يسال على صحتها. اما هونج فرجعت السكن وعملت مع البنات بارتي صغير، بس الفرحه ما كملتش، والمشرفه دخلت تفتش فجاه، ولولا ان هم لموا الليله في ثانيه كان زمانهم في خبر كان. المشرفه وقفتهم صف واحد عسكري وفتشت، ولما ما لقيتش حاجه خارجه عن النص نصحتهم بالحب والوحده ومشيت. تاني يوم بقى البنات فطروا سوشي وبن عشان يظبطوا العلاقات، بس هونج وبوكي لسه القلوب شايله قدام الناس حبايب ومن وراهم عقارب. واول لما خلصوا اكل ودخلوا الاوضه الخناقه اشتغلت تاني، وبوكي بكل بياخه طفت التلفزيون وطردتها من الاوضه.
صراحة يا جماعة الست بوك هي دي ما تفرقش عن هتلر غير في الشنب بس. يوم جديد بدأ في الشركة بتاعت هان مين وهونج وأو أونج بو، كانت بتعمل نفسها كوباية كابتشينو عشان تفوق، بس طبعا الرخم المدير ما سابهاش في حالها وقعد يمارس عليها هوايته في الرزالة ويحكم رأيه بصفته قديم في المكان، وبدأ يتلكك لها على الواحدة. هونج كانت بتغلي من جوه وبتقول في سرها يا بختك اني في مأمورية والا كنت خليتك تعض الأرض. نوسا وبوك هي شافوا صاحبتهم في الموقف ده فدخلوا ومعاهم كيس أكل عشان يطيبوا خاطرها، والتلاتة قعدوا مع بعض يخططوا المقلب عشان يربوا المدير ويخلوه يبطل لغوشه. أول ما الشغل خلص نزلوا هبد في مكتبه، بدلوا له فرشة الأسنان ولعبوا في علبة الدواء بتاعته وشقلبوا له الورق المهم في ثواني وبمنتهى الخفة. تاني يوم الصبح المدير جه المكتب وهو رايق وراح بالع كام حباية مسهل وهو فاكرهم فيتامينات ومقويات، وفي نفس الوقت هونجا كانت في اجتماع مع زمايلها، والمفاجأة إن المسهل اللي نوسا جابته طلع أصلي ومفعوله صاروخ وما بقاش قدامه غير إن هو يجري على الحمام بأقصى سرعة، لدرجة إن هو نسي الاجتماع ونسي الشركة كلها. النداء الأخير ما بيستناش حد. نرجع للاجتماع بقى. سونج جي قدم عرض عبقري وهونج كانت الوحيده اللي شجعته ووقفت جنبه. سونج جي طبعا طار من الفرحه وبقى شايف هونج دي هي نور عينه وشريكته في الحياه، واخد تشجيعها ده كانه بنزين عشان يكسر الدنيا. قعد هو وهي يشتغلوا ليل نهار اكل وشرب ونوم قدام الكمبيوتر عشان يخلصوا المشروع في اسرع وقت، وفعلا من جد وجد وبطلوا يسمعوا الكلام الناس اللي عايزه تنتخ وتخرج وتاكل وخلصوا المشروع بنجاح ساحق. ألبرت أخد مجهود المكتب كله وراح يفرجوا لسونج بو وقعدوا يتكلموا في خطة الشركة المستقبلية، وبعدها بدأ الاجتماع الكبير وأبو ألبرت الرئيس قعد يفتخر قدام الناس وقدام الكل ويقول إن ابنه هو اللي عمل كل ده لوحده. ألبرت كان مكسوف جدا بس ما كانش قادر يسكت ابوه اللي صوته جايب لاخر الشارع. بعد الاجتماع ألبرت بشر الموظفين ان هم فازوا بالمناقصه وان هم من هنا لاخر السنه اجازه وانتخى، والكل قاعد يتفرج على افلام وياكلوا فشار الا هونج اللي قعدت تذاكر وتدرس ملفات الموظفين واحد واحد. ولما عرفت ان الموظف جي اونج دونج بيموت في الكلاب استغربت جدا وقررت تبدا لعبتها. راحت ندهت لزميلتها سونج جي عشان دردشه مسموعه وعملت له كوبايه قهوه من ايديها ودخلت في الموضوع خبط لزق وسالته عن اسم الكلب اللي سو بيربيه، زميلها الطيب حكى لها كل التفاصيل بالملي. بقينا عارفين ان السيد سو ده مش مجرد موظف، ده اسطوره في عالم التداول والبورصه والكل بيعمل له الف حساب، مش بس عشان شاطر، لا ده عشان انسان دغري وعنده مبادئ ومحترم جدا. وهونج لما عرفت المعلومات دي قررت ان دي فرصتها وراحت على مكتبه بحجه انها بتسلمه شويه ورق وتخلص مصلحه. وهي داخله اتفاجئت بصاحبتها نوسا المسكينه وهي شغاله سكرتيره ومطحونه. نوسا اللي المفروض انها بنت اكابر وحفيده صاحب الشركه بقت بتتعامل كانها مرمطون في المكتب عشان تثبت كفاءتها. من الواضح ان نوسا بدات تجيب جاز من كتر الشغل والبهدله اللي هي فيها، وهونج واقفه بتبص لها ومستغربه ان دي اخره اللي يرمي نفسه في وسط المعمعه دي. اول لما البطله وصلت لاجتماع الشركه دخلت فورا في الشغل وكانها واحده من الموظفين القدام هناك، ولما جه وقت الغداء كانت بتطلب الاكل كل الموظفين عادي جدا، لكن في اللحظه اللي خرج فيها السيد سو من مكتبه الفضول لعب في دماغ اونج بو. قربت بهدوء من مكتبه وبدات تفتش بعينيها لحد ما اكتشفت دولاب مقفول بمفتاح، وفي اللحظه دي قلبها دق بسرعه لانها حست ان الدولاب ده ممكن يكون مخبي كل الادله اللي بتدور عليها من زمان. رجعت بسرعه لمكتبها واستغلت فرصه انها تاخد المفتاح اللي كانت محتاجاه، وبعدها رجعت تاني للفريق السيد سو وكانت خلاص هتبدا تفتح الدولاب، لكن فجاه انتبهت لحاجه غريبه جدا في تصرفات واحد من الموظفين. الراجل كان بيحاول يبيع الاسهم بسرعه بشكل مريب، واونج بو حاولت تمنعه بكل قوتها، لكن للاسف الموظف زقها بعنف ووقعها على الارض، وبعدها نفذ امر البيع فعلا. وفي لحظه كانت الشركه كلها فيها على حافه الانهيار، واونج بو اتحركت بسرعه البرق وخطفت التليفون واتصلت عشان توقف امر البيع قبل ما يتم بالكامل. ولحسن الحظ نجحت بالحركه دي وقدرت تنقذ السيد سو الشركه كلها من كارثه كانت هتنهي كل حاجه. بعد الازمه دي مباشره رئيس الشركه استدعى السيد سو على المكتب عشان يحقق معاه، وفي نفس الليله اونج قابلت المدير بتاعها، واول ما شافها بدا يديها محاضره طويله بسبب حماسها الزايد مع شركه اصلا تحت التحقيق. وهو بيتكلم وراها مقال صحفي بيتكلم عن اللي حصل الصبح، والمقال كان مصور اونج بو كانها بطله خارقه بنت لوحدها انقذت الشركه كلها من الانهيار، وهنا عرفت كمان بوجود مجموعه اسمها قراصنه، وفورا اتحمست جدا وطلبت منه ان هو يخليها تنضم ليهم، لكنه رفض طلبها بشكل مباشر ومن غير حتى ما يفكر. الرفض ضايقها جدا فقامت ومشت وهي متعصبه، ولما رجعت البيت وقعدت مع اصحابها كانت متوقعه تسمع خبر حلو من بوك، لكن الصدمه ان الدعوات اللي كانت مستنياها اتوزعت على كل البنات ما عدا هي. وشها اتجمد تماما وكأن حد رش عليها مثبت، وبدون ما تقول كلمه قامت ودخلت الاوضه وهي متضايقه. وتاني يوم الصبح راحت الشغل بوش مقلوب وواضح جدا انها مش طايقه نفسها، ولما شافها قام بس تسالها مالها، فاعترفت له انها نفسها تدخل مجموعه قراصنه اكس ياندو، ومن غير تردد عرض يساعدها، وفجاه حالتها اتغيرت 180 درجه، وفي لمح البصر قدر فعلا يدخلها المجموعه. ومن وقتها واونج بو بقت مهووسه بالمجموعه دي، تقعد من الصبح لليل تقرا كل الاخبار والمقالات
المقالات والمنشورات اللي بتنزل على المنتدى الصغير الخاص بيهم. لكن بعد فتره قصيره من حادثه انقاذ الشركه، واحده من عضوات مجلس الاداره استدعتها بشكل مفاجئ وقالت لها ان القضيه وصلت للشرطه الاقتصاديه وان النهارده هيكون في اجتماع خاص معاهم. اول ما سمعت كلمه الشرطه الاقتصاديه وش اونج بو قلب الوان، لان لو التحقيق كمل بالشكل ده خطتها كلها هتنهار وممكن تجر الكل معاها للمصيبه. وفعلا بدا الاجتماع وكل اعضاء مجلس الاداره كانوا متوترين جدا وخايفين اونج بو تغلط بالكلام. لكن فجاه اخوها جاب بامب لعب لعبته الاخيره من تحت الترابيزه، طلع كيس دواء معده، وبعدها فجاه مثل انه بيتشنج وبيطلع ريق من بقه قبل ما اونج بو تدخل الاجتماع. والتمثيليه نجحت فعلا وقدر ينقذها من موقف كان هيضيعها تماما. ولانها كانت عارفه ان طردها من الشركه مجرد مساله وقت، طلبت منه يراجع حسابات مساعد المدير التنفيذي دونج الخاصه بالصفقات المشبوهه. لكن للاسف اكتشفوا ان كل الادله تقريبا تم التلاعب بيها وشراء الناس اللي وراها، وده خلاهم يفكروا في خطه اخطر لكن اضمن. المفاجاه ان بامب قرر يكمل معاها للاخر مهما حصل. في النهايه كل حاجه حصلت زي ما كانت متوقعه، لان مجلس الاداره اعلن رسميا عن اجتماع تاديبي والهدف منه كان فصل اونج بو من الشركه. الخبر ضايق ان بيست وخلاه متضايق جدا من القرار، لكن المشكله ان ان بيست لسه بيتعلم الاداره وبيحاول ياخد خبره، فصوته وسط الكبار ما كانش له اي قيمه، وده خلى دونج وو يسيطر على الموقف بالكامل من غير اي معارضه حقيقيه. بعدها بفتره بدا اجتماع التحقيق الاونج، وفجاه حصل موقف ما كانتش متوقعه ابدا، لانها قابلت وش لوش حبيبها القديم دونج وو. اول ما عينهم اتقابلت دونج وو سكت تماما، وكأن كل الذكريات القديمه رجعت له دفعه واحده. واضح ان بينهم مشاكل كبيره حصلت زمان وكانت السبب حقيقي في نهايه علاقتهم. خلال الاجتماع المديرين بداوا يرموا كل المصايب فوق دماغ اونج واتهموها انها السبب في الخسائر الضخمه اللي حصلت للشركه. ومن كتر التوتر اونج بو اتسرعت وقالت فجاه انها هترجع ال 3 مليار الخاصه بالمستثمرين بنفسها. كلام صدم الكل، لكن دونج بو لاحظ انها مصممه فقرر يسيبها تتحمل المسؤوليه دي لوحدها، وده خلاها تندم فورا على اللي قالته. بعد الاجتماع موظفين قسم اداره المخاطر كانوا مستنيينها بره، اخدوها معاهم للمكتب وحاولوا يهونوا عليها ويشجعوها، لكن مدير قسم الابحاث ما كانش لطيف زيهم خالص، دخل يستهزأ بيها ويعايرها والكلام بينهم قلب خناقه كبيره. ان بيست استغرب جدا وسال اونج مباشره، فاعترفت انها تروح لشركه 1 مليون وتحاول تلغي الصفقه الخاصه بال3 مليار اللي شركه هان مين استثمرتها هناك. ان اتصل بدونج وو ليه اصلا هي اللي تعمل حاجه خطيره زي دي، لكن الرد كان بارد. دونج وو قال ان اونج بو بنفسها هي اللي اتطوعت للمهمه، ولو فشلت هتترفض رسميا من الشركه. اول ما قفلوا المكالمه المكتب كله سكت، لان الكل كان شايف ان اندفاع اونج بو المره دي ممكن يضيعها. اما دونج فبعد المكالمه طلب مساعدته اللي كانت قاعده مع اونج في نفس المكتب وبدا يسالها عنها بالتفصيل. واضح انه كان فضولي جدا يعرف حقيقتها وشخصيتها، لكن هي ما عرفتش تقول له اي معلومه مفيده وكل اجاباتها كانت سطحيه. على الجانب الثاني اونج بو كانت مضغوطه فطلع سطح الشركه عشان تهدى شويه، وهناك وقفت لوحدها وبصت للسما ووعدت نفسها انها مش هتسيب المكان ده غير لما تكشف حقيقه شركه هانمين بالكامل. في الوقت ده الرئيس جانج استدعى المدير سو وبدا يبهدله بسبب المشكله اللي حصلت مؤخرا، والمدير سو ما كانش قدامه غير انه يترجى الرئيس ويديله فرصه يصلح الوضع. ومن ناحيه ثانيه ان بيست كان قاعد مع والده وبيشتكي له من تصرفات المدير التنفيذي دونج وو انه شخص متعب جدا في التعامل، لكن والده نصحه يبعد عن اونج بو مشاكلها قبل ما يلبس هو كمان في المصيبه. وبفضول واضح ان بيست سال والده عن الصندوق الاسود الخاص بالشركه، وهنا الاب كشف له سر خطير جدا وقال ان الرئيس بنفسه هو اللي امر المدير سو بالتلاعب في السوق عشان يجمعوا فلوس ويحطوها في صندوق سري خاص بالشركه. ان بيست ساله اذا كان شاف الصندوق ده بنفسه، لكن الاب هز راسه وقال له ان الشخص الوحيد اللي يعرف مكانه الحقيقي هو الرئيس جانج. اما اونج فاستغلت وقت الغداء وراحت تقابل المدير جون عشان تتكلم معاه بخصوص القضيه، والمدير جون قال لها بالفعل كان مراقب المدير سو واكتشف ان هو متعامل بالسر مع السي او بتاع شركه 1 مليون. اونج بو طلبت منه الملفات والادله دي عشان تستخدمها ضدهم، لكن المدير جون رفض وقال لها انها لو اخذت الادله بشكل مباشر شركه هانمين هتبدا تشك فيها فورا. بعد ما رجعت اونج قعدت مع زمايلها يحاولوا يحطوا خطه عشان يعرفوا مين الشخص الحقيقي اللي واقف ورا كل اللي بيحصل، لكن مدير بانك كان شايف ان كل ده مضيعه للوقت وقال لها بصراحه ان مفيش اي فايده من التحقيقات دي والافضل ليها انها تروح تعتذر للاداره وتحاول تنقذ نفسها قبل ما تطرد. لكن اونج رفضت الكلام ده تماما وقالت انها ما عملتش حاجه غلط وعمرها ما هتعتذر، والكلام بينهم قلب نقاش حاد، ولحسن الحظ وقت الشغل خلص قبل ما الخناقه تكبر اكتر. في نفس الوقت دونج وو كان فضوله هيقتله، دخل على مكتب اونج وبدا يفتش بعينه وكانه بيحاول يتاكد من شك جواه، وبعدها راح مباشره لمطعم اهل اونج، واهلها اول ما شافوه استقبلوه بحفاوه كبيره رغم ان هم ما يعرفوش هو مين اصلا. وفي اللحظه دي بالذات اونج بو كانت راجعه البيت، واول ما شافت دونج وو خارج من المطعم اتصدمت ولفت بسرعه واستخبت قبل ما يشوفها. ولما دخلت المطعم سالت اهلها بعصبيه الراجل ده كان بيعمل ايه هنا، لكن اهلها بكل بساطه قالوا ان هم كانوا ناويين يعرفوها عليه لان شكله وسيم ومحترم. وهم لسه بيتكلموا فجاه دونج وو رجع تاني للمطعم، ادت ايده وطلعته بره بسرعه قبل ما اهلها يقولوا اي مصيبه. هناك قالت له انت ليه بتجري ورايا بالشكل ده، لكن دونج وو قال لها ان هو مش جاي يدور على جامي، هو جاي يدور على اونج بو. اونج بو حاولت تمثل وتقول انها اخت اونج بو الصغيره، لكن دونج بو كان متاكد جدا ان هي نفسها. فضلت تنكر فسالها طب ازاي ساعه اونج بو موجوده في مكتبك، فردت بسرعه وقالت ان اختها رمت الساعه وهي اخدتها لانها عجبتها، وبعد ما قالت كده سابته واقف متلخبط ومشيت فورا. رجعت بسرعه لاهلها وحذرتهم لو جه تاني محدش يقول له اي معلومه عنها مهما حصل، وبعدها رجعت للسكن والبنات هنا
هناك كانوا بيتفرجوا على فيلم رومانسي ويحاولوا يقنعوها تتفرج معاهم، لكنها كانت مخنوقه ومش طايقه اي حاجه. لما شافوها قعدوا يواسوها ويشجعوها تعدي الازمه. وفي الجهه الثانيه كان في اجتماع مهم في مكتب الرئيس، والرئيس كان مستغرب جدا ان فصل موظفه بسيطه زي اونج لسه ما حصلش لحد دلوقتي، لكن دونج وو وضح له ان وضعها الحالي هيخلي مهمه الوصول للسي او بتاع شركه 1 مليون شبه مستحيله، ومع الوقت هي هتيأس وتمشي بنفسها. وهما بيتكلموا عن احتماليه وجود موظف في الشركه متورط في قضيه الاغتيالات حنجه، فجاه دخلت طليقه الرئيس عليهم من غير استئذان. كل اللي في المكتب اتصدموا اول ما شافت دونج وو، بصت له باستغراب وبتقول له انت مين؟ فرد بهدوء انا المدير التنفيذي الجديد للشركه. واضح ان هي جت عشان بنت اسمها نوسه قالت لرئيس المكتب ان نوسه عايزه صاحبتها اونج بو ما تترفدش من الشركه. وبعد ما مشيت رئيس المكتب استدعى المساعده وطلب منهم تراقب نوسه واونج بو اكتر، لانها شايفه ان نوسه بنت ساذجه وقليله الاختلاط بالناس وممكن اونج بو تستغلها. بعدها اونج بو قابلت نوسه عشان تسالها عن المدير سو هل لاحظت عليها تصرفات غريبه، لكن نوسه قالت لها انها ما شافتش حاجه واضحه، لكن كان في صوت اهتزاز دايما جاي من درج مكتبه. والمعلومه دي خلت اونج بو تتحرك فورا، وفي نفس الليله هي ونوسه والبنت الثالثه راحوا مكتب المدير سو في السر عشان يفتشوه. قدروا يفتحوا الدرج واكتشفوا ان عنده موبايل تاني مخبيه، لكن فجاه المدير سو دخل المكتب. ثلاثه اتخضوا جدا وجريوا يستخبوا بسرعه، واثناء ما هم مستخبيين سمعوا مكالمه خطيره جدا بين المدير سو والسي او بتاع 1 مليون، يقول له يستخبى كويس لان لو انكشفوا هما الاثنين هينتهوا. وفي طريق رجوعهم زميلتها سالت اونج بو انت ليه مركزه مع المدير سو للدرجه دي؟ فردت انها حاسه ان كل المشاكل بدات من فريقه، وانه بدل ما يتحمل المسؤوليه كان دايما بيهرب منها. وزميلتها بصت لها باستغراب وقالت لها ان طريقه تفكيرها دي تخلي اي حد يصدق انها عندها 10 سنين خبره في الاداره. وتاني يوم اونج بو بدات تتحرك بخطوه جديده اخطر من اللي فات. اونج بو كملت تدور على سي او بتاع شركه 1 مليون وفضلت تلف وراه في كل مكان لحد ما اخيرا عرفت هو مستخبي فين، لكن لما وصلت اكتشفت ان هو هرب قبل ما تلحقه. ورغم سوء الحظ لقت وسط الورق اللي كان بيحاول يتخلص منه شويه مستندات مهمه. رجعت بيهم وهي والفريق الصغير قدروا يجمعوا الورق تاني ويعرفوا انه ناوي يسافر، وفورا راحت تدور عليه في المطار. واول ما وصلت له لمحته واقف في الطابور، قربت منه وسالته اذا كان باركي سو. اول ما سمع اسمه جري فورا، واونج بو جريت وراه من غير تفكير. وبعد مطارده طويله دخل يستخبى في حمام الرجاله، واونج فضلت واقفه متردده تدخل ولا لا. فجاه حد حط ايده على كتفها. الخضة مسكت الشخص ورمته على الارض، لكنها اتصدمت لما اكتشفت انه ان بيست. ساعدته يقوم بسرعه فسلمها عصايه وصباع فض عليه رقم 8 وطلب منها تدخل تقبض على باركي سو بنفسها. وفعلا دخلت تفتش الحمام كله لحد ما وصلت له ورمت قدامه الادله وهددته انه لو ما وافقش هيتفضح. حاول يهرب لكنها خوفته لدرجه انه استسلم ووافق يوقف على الغاء الصف. بعد ما خلصت رجعت الاتفاق لان بيست وطلبت منه يسلمه للمدير التنفيذي، لكن في نص الطريق رفض وقال ان النجاح ده نجاحها هي. اونج بو اصرت عليه يساعدها لانها نفسها تكسب الجوله دي قدام دونج وو، وفي النهايه وافق. ان بيست سلم التقرير لدونج وو وطلب رسميا الغاء قرار فصل اونج بو، ودونج وو بعد ما شاف النتيجه وافق. ولما الاسم عرف انها هتكمل شغل الكل فرح وبارك لها. وفي نفس الوقت ان بيست وزعت المرتبات على الموظفين، وكان ده اول مرتب تستلمه اونج بو، لكن بدل ما تفرح اتصدمت ان مرتبها قليل جدا رغم كل اللي عملته. المدير بانج بعدها اقترح يخرجوا يحتفلوا، لكن اونج بو كعادتها رفضت. اما رئيس الشركه فكان شايف ان اللي عملته مش مهم قد ما المهم ان الفضايح تختفي. ودونج وو استغل الفرصه ومدح شغل ان بيست قدام الرئيس لدرجه ان والده فرح جدا بكلامه. بعد ما الكل خرج طلب من السكرتيره الكبيره تفضل، وهنا بداوا يتكلموا عن تغيير المدير سو لان الرئيس بدا يشك ان دونج وو عرف جزء من خطته. وفي نفس الوقت طلب منها تتخلص نهائيا من السي او بتاع 1 مليون. بعدها دونج وو قابل المدير سو ووراله صور تثبت علاقته بالشركه المشبوهه وحذره يلتزم حدوده، لكن المدير سو انفجر وقال ان كل ده ما كانش هيحصل لو كانوا فصلوا اونج بو من البدايه. دونج وو رد بعصبيه وقال ان اونج بو نفذت اللي وعدت بيه ومفيش سبب يطردوها عشانه، وكمان حذره انه لو ضايقها تاني الموضوع مش هيعدي بسهوله. اما اونج بو فبعد اول مرتب قررت تعزم صاحباتها عشان تشكرهم على وقفتهم جنبها. خرجوا كلهم ياكلوا سوا، واونج بو كانت مبسوطه جدا لانها من زمان ما خرجتش مع ناس بالشكل ده. وبعد الاكل كانت ناويه تدفع الحساب، لكن باك هي دفعت بدلها وعزمتهم كمان على خروجه تانية. راحوا مكان للسهر وهناك البنات قعدوا يشربوا شربات ويتكلموا عن حياتهم ومشاكلهم، لكن وسط السهره اونج بو شافت واحد من الناس اللي بينهم مشاكل في الشركه، والحزن الحظ انه ما عرفهاش والا كانت خطتها كلها انتهت. وبعد السهره اكتشفوا انه ميعاد حظر الرجوع للسكن قرب فجروا بسرعه عشان يلحقوه. وفي نفس الوقت بارك كي سو بعد ما فشل في المهمه رجاله الرئيس خلصوا عليه بسهوله. اما البنات لما وصلوا للسكن لقوا الامن واقف فخافوا يدخلوا من الباب ويتعاقبوا. وهنا اونج بو طلعت بفكره مجنونه، التسلق من فوق السور. فضلت تساعد البنات يدخلوا الاول وبعدها بدات تطلع هي كمان، لكن وهي في نص السور تقريبا شافت المشرفه ماشيه تعمل تفتيش، والحزن الحظ محدش كشفهم. واخيرا رجعوا اوضتهم، لكن اول ما دخلوا اتصدموا، الاوضه كانت متبهدله بالكامل وكان حد فتش فيها حرفيا. كل البنات اتوتروا وخافوا يكون في حرامي جوه. اونج بو مسكت اي حاجه تدافع بيها عن نفسها وبدات تفتش المكان بحذر. وفجاه لاحظت حركه غريبه ورا الدولاب فقربت بسرعه وفتحته مره واحده وهي متوقعه تلاقي حد مستخبي جواه، لكن اللي شافته جوه كان صدمه اكبر بكتير.
في اللحظة دي ماي سوب دخلت فجأة وهي مرعوبة، وأول ما شافت أونج بو الطفلة الصغيرة نادت عليها ماما. كل الموجودين اتصدموا ومبقوش فاهمين حاجة. اتضح إن البنت الصغيرة كيم بوم هي بنت ماي سوب، وكانت مستخبية في المكان ده من كام يوم. نوسا اتصدمت وقالت إن ده يفسر اختفاء الشوكولاتة اللي كانت بتختفي، وماي سوب شرحت إن هي وبنتها ما كانوش بيشوفوا بعض غير في الويك إند، فاضطرت إنها تخبيها في السكن. لكن المشكلة إن كيم بوم طفلة صغيرة فكانت بتعمل شقاوة وخربت المكان بالكامل. رغم كده البنات قرروا يقبلوها وسطهم كأنها عضوة الخامسة في الغرفة 301. لكن فجأة ظهر خطر جديد. مشرفة السكن باتران كانت جاية تفتش. البنات اتوتروا بسرعة وحاولوا يخبوا الطفلة. في اللحظة دي باكي حاولت تلزق أي تهمة في أونج بو واتعاقبت واتخصم منها درجات سلوك، لكن الحمد لله كيم بوم ما اتكشفتش. وماي سوب اضطرت تعتذر لأونج وطلبت منهم يخلوا البنت معاها لحد ما تبقى موظفة رسمية، لكن أونج بو رفضت وقالت إن وجود طفلة في السكن مخالف للقوانين. الموقف ده عمل خناقة بينهم، لكن في الآخر قرروا يخبوا الطفلة تاني في شنطة ويخرجوها من السكن. وأثناء خروجهم الأمن وقفهم وسألهم عن حادثة التسلل اللي حصلت الليلة اللي فاتت، لكن في النهاية قدروا ينجوا من التفتيش. ولما جه وقت الوداع أونج بو شافت الأم وبنتها مع بعض وبدأت تتأثر شوية رغم إنها ما قالتش. نفس الوقت بالشركة المدير أو كان بيتكلم مع جونجي وسمعوا إن في خاين جوه الشركة لأن المدير جانج اعترف، والإدارة بدأت تحقيق واسع وضيقت دائرة المشتبه فيهم، والشركة بقت في حالة قلق، وقسم التفتيش راجع أقسام المشتبه فيهم. أونج بو رجعت أحداث الليلة اللي حصلت فيها خناقة البار مع جين موك وجونجلي، وهي خناقة كانت قوية لدرجة إنها عملت دوشة ووصلت الإعلام. والخناقة دي بقت نقطة مهمة في التحقيق لأن من خلالها بدأوا يحددوا مين المتورط ومين لأ، وبناء على مراجعتها للأحداث والوقت أونج بو قدرت تستبعد واحد من الاتنين وضيقت دايرة الاشتباه أكتر. لكن المدير أو ما كانش بيحقق أي تقدم، فالتقرير وصل للمدير الأعلى وبهدله على فشله. وفي نفس الوقت دو دان كانت بتراقب كل حاجة في السر، وركبت أجهزة تسجيل خفية عشان تسجل كل المحادثات جوه الشركة، وكمان كانت مركبة أجهزة تنصت في مكتب أو من غير ما حد ما يعرف. ومع توسع الشكوك دانج لي بدأ يطلع غضبه على أونج بو وطلب منها تعمل له قبل كده 1000 ورد ورقي كهدية، وبعدها قال لها إنه مش محتاجها لأن بنته انفصلت عن حبيبها. أونج بو كانت غضبانة جدا لكنها كتمت غضبها، وفي نفس الوقت الثلاثة المشتبه فيهم ومن خلال المتابعة بدأت تستبعد جين موك لأنه ما زال عنده خلاف قديم واضح مع المدير جانج، فتركيز الشك قل عليه، وبالتالي بقى دانج لي هو المشتبه الأقوى. في نفس الوقت البنات في السكن كانوا بيتفرجوا على فيلم رعب، وفجأة التلفزيون فصل وبدأوا يسمعوا صوت خبط وعياط على الباب. ولما فتحوا لقوا كيم بوم واقفه تحت المطر وبتعيط وبتطلب تشوف امها. دخلوا الطفله بسرعه عشان محدش يشوفها، واونج بو وصلت في نفس الوقت لكنها كانت مركزه في موضوع دانج لي وما خدتش بالها من وجود الطفله. وبالصدفه بدات تراجع ذاكرتها وافتكرت ان دانج لي كان شايل لابتوب قبل كده رغم انه المفروض كل اجهزته اتصدرت، واتضح ان جونج جي كان ساعده يصلح اللابتوب وده انقذه وقتها. واونج بو طلبت من دونج جي يساعدها وفعلا قدر يخترق جهاز دانج لي بسرعه. ولما فتشت الجهاز اكتشفت انه مش بس شغال عليه، لا ده كمان سايب سجل محادثات بدون حذف. ومن خلال التسجيل اكتشفت ان تانج لي كان بيتعامل مع دوي دان من قبل كده وده زود الشك فيه، لكن بعدها قدم تسجيل تاني اثبت براءته قدام المدير او، وبكده فضل جين موك من غير دليل كامل. لكن اتضح ان دوي دان كانت بتمنعه من تقديم اي اثباتات في الوقت المناسب. وفي نفس الوقت صوره قديمه من يوم حادثه المدير جانج ظهرت وظهر فيها اونج بو، وده اكد ان دخولها الشركه كان بهدف البحث عن الفلوس السوداء وكشف المتسبب الحقيقي. وبكده دونج بو بدا يفهم جزء من خطتها. وسط كل ده اونج بو كانت مضطره كمان تهتم بكيم بوم اللي كانت حرارتها عاليه واتنقلت للمستشفى، وامها ما كانتش تعرف اي حاجه عنها. لكن اول ما رجعت البيت اتفاجئت ان بنتها مش موجوده وبدات حاله الهلع، وفي الحقيقه اونج بو كانت هي اللي لقيتها الاول وودتها المستشفى قبل ما الام توصل. اونج بو انفعلت جدا على الام وبهدلتها انها سابت بنتها لوحدها كل اليوم بسبب شغلها وانشغالها، وقالت انها كلمت مركز رعايه الاطفال واكتشفت ان هم اصلا مش واخدين بالهم ان كوم بوم مختفيه من اسبوع. ساعتها ماي سوب اضطرت تعترف ان اللي حصل بسببه تقصير المركز نفسه وان كوم بوم هربت عشان تدور على امها. اونج بو ما قدرتش تتجاهل الموقف، لكن في نفس الوقت كانت شايفه ان الطفله ما ينفعش تفضل في البيئه دي. المفاجأة ان كيم بوم سألتها انتي مين؟ اسمك الحقيقي ايه؟ وده لان اونج بو كانت بالغلط قالت اسمها الحقيقي قدام الممرضة في المستشفى، فاضطرت تتصرف بسرعة وتقول انها تخلي البنت مع امها لانها لو اسمها اتكشف هتخسر شغلها فورا. في نفس الوقت دوي دان كانت بتستخدم اي طريقة عشان توصل لهدفها، لدرجة انها وصلت انها تفكر في التخلص من احدى المساعدات لاخفاء الفلوس المشبوهة. وبعدها حصل لقاء مفاجئ بين اونج بو وواحدة من كبار الادارة. الست دي سألتها بشكل مباشر لو عندها اخت توأم، وده خلى اونج بو تتوتر جدا، لكن البنات صحباتها ظهروا في الوقت المناسب وساعدوها تطلع من الموقف. وفي نفس الوقت وصل بلاغ طارئ خلاها تسيب المكان فورا. بعدها حصل لقاء قوي بين اتنين كبار مسؤولين في الشركة، كل واحدة فيهم شخصية
قوية ومؤثرة كانت جاية تعترض على تجاهل موظفة معينة، لكن النقاش اتحول لخناقة كلامية حادة، كل واحدة كانت بتدافع عن موقفها لحد ما الحوار بقى مواجهة مباشرة مليانة ضغط واتهامات. في نفس الوقت بعد المواجهة المديرة ما اكتفتش بسؤالها عن التوأم، لكن بدأت كمان تراجع ملف أونج بو بالكامل وتدور على معلوماتها وأصلها بشكل أعمق، كأنها بتحاول تكتشف هويتها الحقيقية. وفي نفس الوقت أونج بو بدأت تتحرك من ورا الكواليس وتراجع ملفات سفر ومصاريف الشركة، وكلمت المدير بتاعها يجيب لها معلومات إضافية تساعدها في التحقيق. وبعد شوية وصل لها ملف سري في تحويلات مالية ضخمة وصلت ل 12 مليون وون على حسابات مرتبطة في أكتر من جهة في وسط وشمال سول، لحسابات في فرع سونجوي التابعة لجهة كينجي. ومن خلال المعلومات دي أونج بو استنتجت إن الفلوس الضخمة دي متقسمة وموزعة على 3 جهات مالية مختلفة في وسط عاصمة سول عشان تتغطى وتتخفي، وبناء عليه بدأت تحدد مسار التحقيق الجاي. في نفس الوقت حكت للمدير بتاعها إنها كانت على وشك تتكشف، لكن تم إنقاذها في آخر لحظة، وإن أم كيم بام كانت سبب غير مباشر في إنقاذها. في اليوم اللي بعده أونج بو كانت غرقانة في الشغل، وفجأة بلغت إن جائزة الموظف المتميزة لازم تكون بترشيح من مدير القسم. بذكائها أونج بو طبعت فورا نماذج الترشيح، وبعدها استخدمت أسلوبها عشان تقنع إن آم بيست يوقع، وقدمت له أسباب قوية جدا لصالحها. وزميلها رونج جي كمان دخل وساعد بكلمة دعم، فالموضوع كله اتحسم لصالحها. بعد الشغل أونج بو رجعت البيت وكلمت بوك هي عن رغبتها إنها تترشح للجائزة، وبوك هي كان لسه موقفها منها مش لطيف واتعاملت معاها بتعالي، لكن بعد الأكل شافت ورقة الترشيحات واتفاجئت ان اسمها موجود ضمن القائمه. فرحت جدا ووافقت انها تدعم أونج بو في الترشيح. ثاني يوم في الشركه حصل اجتماع لمناقشه خطط جديده وحل مشاكل متراكمه بين المدراء، وبعد الاجتماع مجموعه المدراء قعدوا سوا وكان في كلام عن ضروره تقليل تدخل بانج في الفريق الخاص لان تاثيره بقى قوي ومش الكل قادر يلحقه. وفي نفس الوقت دونج وو بدا يراجع كل العلاقات القديمه ويجمع معلومات عن حبه القديم، وبقى مركز جدا في اي معلومه صغيره تخصها. وبالليل دونج وو كان عنده لقاء تعارف مع نوسا، لكن اللقاء كان تقيل وبارد، واثناء الصمت بينهم فجأة ظهرت عمة نوسا وقلبت الموقف وبدأت تتكلم عن موضوع جواز مفاجئ بينهم، فخلت دونج وو في حالة صدمة وذهول. في نفس الوقت آم بيست خرج مع أونج بو وراحوا ياكلوا مشوي، وبعد شوية شرب، وبعد شوية نصحوا ان هو يكسب ود الرئيس عشان يقدر يتقدم في الشغل. وفي يوم جديد بالشركة بوك هي وصلت ولقت عدد كبير من الرسائل على مكتبها، دخلت على جنب وفتحتها واتفاجئت ان الرسائل من اخوها اللي في السجن كان بيبلغها ان هو هيخرج في شهر نوفمبر، وكمان طلب منها تبعت له فلوس في صندوق السجناء. الكلام ده صدمها جدا ورجع لها ذكريات سيئه من الماضي لما كان بيستغلها ويسيطر على فلوسها ويأذيها نفسيا وجسديا، ومن وقتها قررت انها مش هتسيب له اي فلوس تاني مهما حصل. وقبل خروجه بدأت تظهر ازمه كبيره في السوق بسبب انهيار شركات مدرجه في البورصه، وشركه هانمين كانت مضغوطه جدا بسبب الوضع ده، وبدأوا اجتماعات طارئه. وأونج بو كانت مع الفريق وبتحلل الموقف، لكنها كانت اذكى منهم كلهم ولفتت نظرهم لنقطة شركات مهمة كانوا ناسيينها. ده خلى بعض المدراء يتوتروا ويشكوا في قوتها. في لحظة توتر واحد من المديرين تطاول عليها فحصلت مواجهة كلامية حادة تاني، لكن تم تهدئة الموقف بسرعة. وفي نفس الوقت الفريق خرج يحتفل بنجاح تطوير منتج جديد، لكن المفاجأة ان دونج وو ظهر في نفس المكان، والمواجهة بينهم كانت صامتة ومتوترة لان كل واحد فيهم عارف ان التاني مش شايفه بوضوح. وأونج بو حست انه بدأ يشك في هويتها الحقيقية، وفجأة وهو واقف وراها واجهها بكل اللي عرفوا عنها وتحركاتها اللي قبل كده، لكنها اضطرت تتجاهل كلامه وتتصرف كأنها مش فاهمة حاجة، واستغلت لحظة انشغال الفريق ومشيت بسرعة عشان تهرب من الموقف. وفي اليوم التالي جوه شركة هانمين سونج اتصلت بجهة خارجية عشان تحول أموال من حساب جي يونج إلى بوك هي، وبعد المكالمة مباشرة الشركة كلها اتفاجئت بخبر وفاة شخص اسمه كيم جي يونج. كل اتصدم، لكن اكتر واحده اتاثرت كانت بوك هي لانها حست ان الفلوس اللي كانت بتحلم بيها ضاعت منها، وطول الليل ما عرفتش تنام وفضلت تكلم أونج بو تحكي لها عن حياتها وهمومها لحد الصبح. تاني يوم فريق أونج بو كان عنده اجتماع مع دونج وو ودونج إن عشان يناقشوا إدارة الأزمة والمخاطر، وأثناء التوتر أونج بو فجأة بدأت تشرح خطة الحل بطريقة احترافية جدا، وقدرت تقنع آم بس بحل سريع ومنظم خلى الكل ينبهر بمستواها، خصوصا دونج إن اللي بدأ يشك إن مستواها أكبر بكتير من مجرد موظفة عادية. وبعد الاجتماع فضل يفكر إزاي واحدة زيها عندها خبرة تضاهي المدراء الكبار. يا واد يا مشرفنا. أونج بو بعدها خرجت بسرعة تدور على بوك هي لأنها كانت حاسة إن في حاجة غلط بعد مكالمتهم بالليل، وعرفت من نوسا ان بوك هي اخدت اجازه النهارده، فقلقها زاد وبدات تدور عليها، لكن وهي ماشيه اتكررت الصدفه بينها وبين دونج وو مره تانية جوه الاسانسير. واول ما دخلوا دونج وو وقف الاسانسير فجاه عشان يواجهها مباشره، ومن غير لف ودوران قال لها انه بدا يفهم ان وجودها في الشركه من البدايه كان جزء من الخطه، والمواجهه بينهم اتحولت لنقاش حاد، هو بيحاول يكتشف حقيقتها وهي بتحاول تخفي هويتها باي طريقه. واول ما باب الاسانسير اتفتح
اتفتح اونج بو خرجت بسرعه وهربت من المواجهه. في نفس الليله باكي كانت ماشيه لوحدها في الشارع وفجاه ظهر اخوها اللي خارج من السجن. المشهد رجع لها كل ذكريات الرعب اللي عاشتها معاه، ولما كان هيعتدي عليها اونج بو ظهرت فجاه وضربته، انقذت باكي منه وكملت تدافع عنها لحد ما قدرت تاخدها وترجعها البيت بامان. بعدها سالتها مين الراجل ده، فباكي انهارت وحكت لها كل اللي عاشته مع اخوها وازاي كان بيستغلها ويخوفها طول الوقت، لدرجه انها فكرت تسيب السكن وتهرب بعيد عشان ما يوصلهاش تاني، لكن اونج بو وقفتها وهدتها. وبعدها هي والبنات قرروا يقفوا جنب باكي ويحموها مهما حصل. واونج بو وصفت لهم شكل اخوها بالتفصيل واتفقوا ان اول حد يشوفه يبلغ الباقيين فورا. تاني يوم باكي وصل لها اتصال من شخص كان بيدور على معلومات عن رانج مي، واتضح ان رانج مي زمان كانت مشهوره جدا في المدرسه كواحده قويه وبتتدخل في خناقات كتير. يعني اونج بو بهويتها القديمه كانت مرعبه تقريبا. وفي نفس الوقت اونج بو كانت نايمه على المكتب من التعب، وفجاه وصلت لها رساله من ان بيست بيقول لها يلا نخرج سوا، ولانها من زمان ما خرجتش في ميعاد وافقت فورا. وبعد الشغل جهزت نفسها ولبست ومكيجت نفسها وكان متظبط جدا. لكن قبل ما تنزل ماي سوب دخلت تبلغهم انها شافت شخص شبه اوصاف اخو باكي بالظبط. فالبنات نسوا موضوع الخروجه تماما وقرروا يحموا باكي الاول. واونج بو مسكت المقله معدنيه كبيره كده وراحت تواجه الشخص الغريب مباشره ومن غير تفكير هجمت عليه فورا. لكن الصدمه ان الشخص اللي قدامها ما كانش اخو باكي، كان دونج بو نفسه. يا حبه عيني. اونج بو كانت فاكره انها نجته من الضربه، لكن دونج بو ما قدرش ينجو من هجوم نوسا ومشرفه السكن اللي نزلوا فيه ضرب واسئله. وبعد شويه شد وجذب البنات سحبوه جوه عشان يحققوا معاه بنفسهم، ورغم محاولات اونج بو تمنعهم الا انها اضطرت في الاخر تشرح الموقف كله. واول ما عرفوا ان دونج بو هو المدير التنفيذي للشركه اللي كلهم شغالين فيها اتصدموا، فضلوا يعتذروا له بشكل محرج. باكي طلبت له تاكسي يرجعه، وبعدها بدات تزعق للبنات ان هم هجموا على الشخص الغلط. لكن نوسا كانت في عالم تاني تماما، واقتنعت ان وجود دونج بو قدام السكن في الوقت المتاخر ده معناه انه معجب بيها. يا ولد. في نفس الوقت اونج بو افتكرت انها اتاخرت على ميعادها مع البرت، فجريت بسرعه على مكان المقابله. ولحسن الحظ البرت كان لسه مستنيها وده خلاها ترتاح شويه. وبالفعل الاتنين بدأوا أول ديت حقيقي بينهم. وبعد حادثة السكن نوسا اتصلت بوالدتها تحكي لها إن دونج بو معجب بيها. ما بنستناش احنا الأخبار تبقى بايتة. والدتها شجعتها وادتها شوية نصايح، فنوسا خدت شجاعة وراحت تقابل دونج بو بنفسها الصبح. وفجأة بدأت تتكلم بثقة غريبة وتقول له إن هو واضح إنه بيحبها لكنها لسه مش جاهزة للعلاقة دلوقتي. وبعد ما خلصت كلامها جريت فورا وسابته واقف مصدوم مش فاهم أي حاجة. وفي نفس الوقت اونج بو وصل لها من فريقها خيط جديد متعلق بورشة تصليح اسمها هو جيانج. وبالليل عيلة الرئيس جانج كانت عاملة تجمع، لكن البرت اتأخر عن الحضور. واتضح إن المكان اللي راحه هو نفس ورشة التصليح اللي اونج بو كانت بتراقبها. ومن بعيد شافت البرت بيتكلم مع شخص غريب لكن شكله مألوف جدا بالنسبة لها، وده رجع لها ذكريات مرعبة من الماضي. فضلت تراقبهم من بعيد وهي متوتره جدا. وفي اللحظه دي البرت لمح ظل اونج بو واقفه بره، فاتخض وافتكر انه شبح. وصاحب الورشه زود خوفه اكتر لما قال له ان ده شبح وحش الطريق السريع، فالبرت اتوتر اكتر وبقى مرعوب فعلا. وبعد ما رجعت من الورشه اونج بو كلمت ري بوم وبدات تساله عن سبب وجود البرت في المكان ده، لكنها ما وصلتش لاجابه واضحه. وبعد المكالمه قابلت باكي بالصدفه، لكن اتضح ان المقابله كانت مترتبه من البدايه. وباكي طلبت تتكلم معاها على انفراد وعرضت عليها شراكه فيها فلوس سهله جوه الشركه. الكلام ده خلى اونج بو تربط الموضوع بالفلوس السوداء اللي بتدور عليها، لكن في النهايه نصحت باكي تبعد عن الطريق ده وما تدخلش نفسها في مشاكل اكبر. وفي الاخر الاتنين وعدوا بعض ان هم ما يعملوش اي حاجه غلط، رغم ان باكي ما كانتش مقتنعه تماما. وتاني يوم الصبح اونج بو كانت بتحضر قهوتها وفجاه ظهر البرت وطلب منها تعمل له كوبايه هو كمان. الموظفة اللي كانت واقفة جنبهم فهمت غلط خالص وافتكرت ان البرت بيستغلها لانها اكبر منه، وقعدت تزعق له وتقول له انت ازاي تخلي السامباي بتاعته تخدمه بالشكل ده. لكن بعد ما مشي اكتشفت ان الشخص اللي كانت بتزعق له ده حفيد رئيس الشركة نفسها، فاتصدمت فورا. بعدها اونج بو دخلت مكتب البرت وبدأت تفتش في اغراضه في السر، وفجأة دخل زملائها عليها فاضطرت تمثل انها بترتب الملفات والاشرطة اللي وقعت منها. ولحسن الحظ محدش شك فيها وقدرت تخرج من المكتب ومعاها ملف سري مهم جدا. وفي نفس الوقت مجلس الإدارة كان عامل اجتماع مهم عن أوضاع الشركة، والكل كان بيطبل لكلام الرئيس بدون اعتراض. وفي نهاية الاجتماع أعلن الرئيس عن مشروع جديد اسمه صندوق نيوك زان. وقت إطلاق مشروع الصندوق الجديد موظفين كتير بقوا يحسوا بضغط رهيب، ومنهم ماي سوب اللي كانت بتحاول بكل قوتها تثبت نفسها عشان تتحول لموظفة رسمية آخر السنة. وفي نفس الوقت باكي راحت لبنك سانا رغم إن اونج بو حاولت تمنعها، لكن بالنسبة لباكي مبلغ ضخم زي ده مستحيل تتجاهله. هناك قابلت بالصدفة هو صاحب ورشة التصليح اللي كانوا
كانوا مرتبطين بالماضي المرعب لأونج بو، لكنها ما خدتش بالها، وبعدها دخلت بثقة تسحب الفلوس، لكن الموظفة صدمتها بخبر ان ال5 مليار وان اتسحبوا بالفعل من شخص تاني قبلها بدقايق. بوك هي انهارت وبدأت تسأل بعصبية مين اللي سحب الفلوس، والموظفة أكدت ان الراجل جه من شوية وخد المبلغ بالكامل. وساعتها فهمت ان المقابلة اللي حصلت من شوية ما كانتش صدفة أبدا، دي كانت متخطط لها من البداية. وفي نفس الوقت أونج بو وصل لها خبر فوزها بجائزة الموظفة المتميزة للربع الحالي، ومدام سونج طلبت منها تطلع تستلم الجائزة بنفسها، وآن بيست راح معاها وهو شايل ورد وكاميرا بحجة انه جاي يبارك لموظفة من فريقه، وده فاجئ مدام سونج جدا. وبعد الصور الرسمية آن بيست قدم لها الورد بنفسه، وكمان طلب من مدام سونج تصورهم سوا بصورة تذكارية، وبالليل خرجوا سوا يحتفلوا بالجائزة. وخلال الكلام بدأ آن بيست يحكي عن خاله المتوفي، وفجأة ظهرت نوسة ودونج وو في نفس المكان. نوسة اتوترت جدا وحاولت تلاقي اي حجة تمشي بيها بسرعة، لكن آن بيست أصر ان هم يقعدوا معاهم ويشربوا سوا عشان يحتفلوا بأونج بو. وبعد السهرة الولدين وصلوا البنات بالعربية ومعاهم الطلبات اللي نوسة كانت طالباها، واول ما البنات بعدوا آن بيست بص لدونج وو وقال له انت مدير مستقبلي، خليك حذر عشان الناس ما تبداش تتكلم. لكن دونج وو رد عليه فورا وقال وانت علاقتك القريبة بموظفة عندك عادي يعني. والاتنين فضلوا يرموا تلميحات على بعض قبل ما يمشوا. تاني يوم مجلس الإدارة عقد اجتماع جديد بخصوص المشروع، والرئيس طلب من دونج وو يوفر اكبر تمويل ممكن عشان يضمن ميزانية احتياطية قوية. وبعد ما عمل اتصالات كتير عشان يجمع تمويل، الرئيس طلب منه يقابل شريك مهم جدا، والمفاجأة ان الشخص بعد الاجتماع دونج وو قابل أونج بو رغم ان الاجتماع كان رسمي، هناك بدأوا يرموا كلامهم تحت لتحت بعيد عن عيون الناس. لكن المواجهة دي ضايقت أونج بو جدا، فخرجت وهي متعصبة وكلمت جي بوم تسأله ليه كان موجود في شركة هان مين، وجي بوم وضح لها ان دونج وو عرف ان هو اللي رشحها للشغل هناك. في نفس الوقت أونج بو رجعت البيت ولاحظت ان كان بوم عندها كدمات في جسمها، فقررت تعرف الحقيقه بنفسها، وراحت تاني يوم تاخدها، وهناك اكتشفت ان الاطفال بيتنمروا عليها ويضربوها. ولما شافت واحده من الاطفال زقتها ووقعتها، أونج بو ما قدرتش تسكت وجريت بسرعه عشان تساعدها، وبعدها خرجت معاها تاكل ايس كريم. وهناك كيم بوم حكت لها اللي بيحصل معاها كله. وفي اليوم اللي بعديه كيم بوم رجعت مكان اللعب والاطفال رجعوا يضايقوها تاني، لكن قبل ما يضربوها ظهرت أونج بو والبنات التانيين فجاه كانهم سوبر وومن، كل واحده فيهم دخلت بطريقتها لحد ما الأطفال خافوا وتراجعوا. وفي الشركة أونج بو بدأت تراقب آن بيست اللي أنا عرفت إن هو خارج بعد الشغل، وفعلا راحت وراه لحد ورشة هونج جيانج، وهناك سمعت إن آن بيست بيسأل صاحب الورشة عن مشكلة في فرامل العربية. ده كان السبب في مدخل ألبرت، ولما حس صاحب الورشة إن ألبرت عرف تفاصيل أكتر من اللازم وإن كلامه كل تلميحات عن اللي حصل زمان، لف بهدوء وجاب مفتاح إنجليزي ضخم وحاول يضربه بيه في وشه مباشرة، لكن ألبرت كان عنده شوية خبرة وقدر يفادي الضربة في آخر لحظة. وبعدها عمال الورشة كلهم جريوا وراه وفضل يهرب منهم حرفيا كأنه محاصر من كل ناحيه. وفي اللحظه اللي كان فيها خلاص هيتمسك، أونج بو وصلت بالعربيه في الوقت المناسب وانقذته. وبعد ما هربوا ألبرت بدا يحكي لها عن عيلته المعقده، وهنا اكتشفت أونج بو ان زميلتهم في السكن نوسة اصلا بنت رئيس الشركه، وكمان عرفت ان ألبرت بيحقق في موت خاله وسط عيله كلها اسرار وصراعات قديمه. اما اللي حصل في الورشه فكان متخطط له من قبلها. صاحب الورشه كان اتصل بمدام سونج وقال لها ان في شاب وسيم راكب عربيه فخمه جه يسال عن الماضي، واول ما سمعت اوصافه فهمت فورا ان ألبرت بدا ينبش في الموضوع اللي هي نفسها دفنته من زمان. تاني يوم بعد الشغل أونج بو راحت مع ألبرت لمحل شرايط واسطوانات عشان يفهموا اكتر قصه موت خاله، وهناك شرح لها ان لو خاله فعلا كان خاين زي ما الرئيس بيقول اكيد هيسيبه وراه دليل، والموضوع كله شبه السيناريو اللي ألبرت نفسه كان كاتبه في اول عمل ليه. وبعد الكلام ده الاتنين قرروا يدوروا على المستندات المستخبيه، والمره دي راحوا لعامله النظافه اللي كانت زعقت لألبرت قبل كده، واثناء ما هو بيتكلم معاها أونج بو كانت بتنظف المكان بدلها. وهناك اكتشفت صدمه كبيره، كل الحاجات اللي كانت بينها وبين دونج وو لسه محتفظ بيها، الخاتم والساعة وكل الذكريات القديمة، وفهمت انه لحد دلوقتي مش قادر ينساها. وفي نفس الوقت الست قالت لهم ان بوك هي كانت هنا قبل كده ومعاها دفتر عليه استيكارات. اول ما أونج سمعت الكلام ده افتكرت ان الدفتر ده ممكن يكون فيه دليل او معلومات تخص القضية الصندوق الاسود والفساد في هان مين. واول ما أونج بو سمعت الكلام ده جريت على البيت تسأل بوك هي عن الدفتر، والاتنين اتخانقوا خناقة كبيرة، وأونج بو بتفتش وتهزقها وبوك هي بترد بعصبية. وفي الاخر اكتشفوا ان نوسة هربت المجلات القديمة والدفتر كان وسطهم، وخرجوا يدوروا عليه بسرعة، لكن الوقت كان فات. ومع هدوء بسيط أونج بو سألت بوك هي الدفتر ده جه منين، وبوك هي قالت انها لقيته بالصدفة وانه كان جاي من الدور السابع ومتوجه للمكتب المدير. وده خلى أونج بو تشك اكتر، فاتصلت فورا بجي بوم وقالت له ان الدفتر اتحرق.
جي بوم وقتها فقد اعصابه وطلب منها تسيب الشغل وترجع فورا حفاظا على امانها، لكن اونج بو رفضت وقالت له كمان ان الدفتر كان جاي من الدور السابع، يعني كان مرتبط بشخصيه مهمه جدا جوه الشركه. وبعد المكالمه اونج بو بعتت رساله للشخص اللي اسمه زي بي واعترفت فيها انها متسلله لشركه هانمين وطلبت تقابله. وتاني يوم وصل لها الرد واتفقوا يتقابلوا الساعه 9 بالليل. وفي طريقها للميعاد قابلت اخوه باك هي اللي جه ينتقم منها بسبب تدخلها بينهم قبل كده. ولما كان هيضربها دونج وو ظهر فجاه وضربه ووقعه وبعدها سلمه للشرطه. واثناء ما دونج وو مشغول مع الشرطه اونج بو افتكرت ميعادها وجريت بسرعه على مكان اللقاء، ومن بعيد شافت شخص شايل شنطه مليانه ملفات مهمه اكيد. لكن اول ما الشخص ده شافها بهويه جانج مي اتصدم وجري فورا قبل ما تقدر تلحقه. في اليوم اللي بعده اونج بو راحت وقفت قدام جين موك وقررت تلعبها على المكشوف. اول ما هونج عرفت ان زين موك هو نفس الشخص اللي استخدم اسم زيبي، الراجل اتصدم ومع ذلك عمل نفسه بريء. هونج وقتها شرحت له خطتها كلها وقالت انها كانت بتتعمد تبوظ ازرار والات تصوير مختلفه عشان تقدر تحدد مين اللي بعت الورقه اللي فيها حروف ناقصه. ولما لقت ان الورق اللي زيبي بعتها ناقصه منها نفس الزرار اللي هي بوظته اتاكدت ان هو فعلا، وبالحركه البسيطه دي قدرت تكشفه تماما ومبقاش قدامه اي مخرج. هونج بعدها هددته وقالت له قول الحقيقه كلها والا مش هتعرف ترجع بيتك النهارده. ساعتها زين موك اعترف ان كل اللي عمله كان باوامر من مدير جانج، وجانج كان بيستخدمه عشان يحقق في الصندوق الاسود الخاص بهانمين. وكمان ذكر اسم هونج كي اونج بو لانه كان شايف ان مهاراتها ممكن تساعده يحل المشكله. والاغرب ان المدير جانج كان متوقع ان ممكن يحصل له حادث، وعشان كده طلب من زين موك انه لو حصل له اي حاجه يصور اي مقابله بينه وبين هونج كدليل. وده السبب الحقيقي للصوره اللي ظهرت بعد الحادثه مباشره. بعد ما سمعت كل الحقيقه من هونج اتاكدت ان دفتر حسابات الصندوق الاسود مستحيل يكون وصل للجهات الرسميه لانه اتحرق فعلا. بعدها سالت زين موك اذا كان محتفظ بنسخه احتياطيه، لكنه انكر فورا. وهونج فهمت ان هو بيكذب لانه لسه مش واثق فيها وخايف لو كل حاجه اتكشفت يخسر حياته هو كمان. وعلشان تقنعه بدات تحكي له عن ماضيها وقالت له انها من 9 سنين كانت هي اللي كشفت تلاعب هانمين في الحسابات، لكن الشركه قلبت الموضوع ضدها واترفعت عليها قضيه، وفي الاخر خسرت شغلها ومستقبلها كله. ومن وقتها وهي اتغيرت وبقت بالشخصيه القويه اللي قدامه دلوقتي، واكدت له انها لو كسبت ثقته هتحميه مهما حصل. لكن رغم كل ده زين موك فضل خايف من نفوذ الناس اللي فوق. وفي نفس الوقت باك هي راحت بنفسها لمحل الفراخ بتاع عيله جانج مي، وهناك ادعت انها زميله قديمه ليها عشان تضحك على اهلها. لكن وهي بتبص على صوره العيله اتصدمت لان البنت اللي في الصوره مش جانج مي اللي معاها في السكن. وساعتها استوعبت ان زميلتها اللي عايشه معاهم هي في الحقيقه هونج كي اونج بو. رجعت السكن ومعاها اكل للجميع، لكن هدفها الحقيقي كانت تفضح هونج قدام الكل. وفعلا بدات تكشف سنها الحقيقي وقالت انها عندها 35 سنه وبتدعي انها صغيره، لكن بعدها اكتشفت ان هي اصلا اصغر من هونج بسنين وان هونج تعتبر اكبر منها. وساعتها هونج بطلت تسكت وخدت الكوبايه من ايديها وشربت منها قدامها بثقه. اما باكي اللي كانت دايما صوتها عالي سكتت تماما وبقت مرعوبه منها لانها ادركت انها بتستفز شخص اقوى منها بكتير طول الوقت وهي مش واخده بالها. وفي الناحيه الثانيه زين موك كان عايش اسوأ ايام. بعد موت المدير دو نقلته المكتب شكله مهم لكنه بلا قيمه فعليه ومنعته حتى يقدم استقالته. كانت عايزاه يفضل محبوس هناك من غير اي مستقبل، وهو اضطر يتحمل كل ده عشان بنته المريضه. في اليوم اللي بعده دو زان وصل لها اتصال من المحقق اللي شغال معاها وقال لها ان العربيه اللي واقفه قدام مكتبه مسجله باسم هونج كي اونج بو. اول ما سمعت الاسم اتوترت جدا وسالته يعيده تاني. وبالصدفه دونج وو كان معدي وسمع اسم حبيبته القديمه، فطلب من دو زان تدخل مكتبه عشان يتكلم معاها لوحدهم. وهناك بدا يلمح لها بحادث الاعتداء اللي حصل لموظفه الشركه واللي كان سببه اخو باك هي عشان يشوف رد فعلها. لكن دو زان مثلت انها ما تعرفش اي حاجه عن الموضوع. وفي نفس الوقت هونج كانت رايحه الموعد مهم مع الشخص المسؤول عنها. المره دي كان بيلعب دور راجل عجوز بيلمع جزم، وده خلى هونج تستغرب جدا خصوصا انها مش فاهمه ليه كل مره بيقابلوا بعض كأن في حاجه غامضه بينهم، رغم ان كل الخطه اصلا هي شغلها هي وهي المحققه الاساسيه وهو بس المدير اللي بيشجعها. سوق الاسهم في الفتره دي كان هادي بشكل مريب، هدوء ما قبل العاصفه، والمدير كان ضاغط على هونج انها تسرع شغلها لان الوضع لو استمر كده الاقتصاد كله ممكن ينهار. هونج اضطرت تجري ورا جين موك وتتوسل له يسلمها النسخه الاحتياطيه من دفتر الحسابات، لكنه كان رافض تماما وده خلاها تتعصب جدا. ومع الوقت كل حاجه بقت اسرع واخطر. في نفس الوقت المستثمرين الامريكيين بداوا يسحبوا فلوسهم من كوريا، وده كان متوقع بسبب فقاعه اقتصاديه قربت تنفجر، وشغل اهل هونج نفسه بقى بيتدهور يوم بعد يوم. وفجاه ابوها شاف خبر في الجرايد عن استثمارات الشركه اللي هونج شغاله فيها، وطلع ان المدير التنفيذي بيقرر يزود بيع اسهم الشركه معتمد على الفلوس الضخمه اللي عنده من صندوق هانمين الاسود. وفي نفس الوقت الضغط زاد اكتر لما باك هي قررت تفضح هويه هونج عند دو زان، لكن لما دخلت اتفاجئت ان الموضوع اتقلب لما تلوح لها بقصه اخوها اللي هاجم هونج.
فقررت ساعتها انها تسكت وما تبلغش عنها. باكي راحت بعد كده لمكتب دونج وو عشان تتاكد، وهو اكد لها ان موضوع هجوم اخوها على هونج حقيقي، وده خلاها تتلخبط اكتر. دونج وو كان قلقان على سلامه هونج وطلب من المدير يرجعها، لكن المدير رفض لانه عارف ان هونج شخصيه عنيده، يا بتكمل للنهايه يا بتخسر كل حاجه ومفيش عندها انسحاب. نفس الوقت جين موك بدا يقتنع بهونج اكتر وقرر يقابلها في مكان كانوا اتقابلوا فيه قبل كده، وكان ناوي يديها النسخه الاحتياطيه لكن كان لسه محتاج وقت. ولكن فجاه جت صدمه كبيره، الاقتصاد الكوري اتاكد انه داخل في ازمه كبيره او شبه افلاس، وده دمر كل خطط هونج تقريبا. رغم كده هونج ما وقفتش واستغلت ان رؤساء الاقسام مشغولين في شغل سري، واتسللت للمكتب تدور على الادله، لكن للاسف اتقفشت من دونج وو واضطرت تمثل انها مجرد موظفه بسيطه، وراحت كلمت ان بست وخلته يساعدها في التغطيه، وفعلا عدت. وبعدها قدرت تستغل الفرصه وتبدل ملفات وخطط مهمه من غير ما حد ياخد باله، حتى لو دونج وو لاحظ او لا. اخر اليوم رجعت مرهقه، بس لسه الضغط شغال عليها من كل اتجاه في الشركه. طلع ان ابو هونج بسبب طمعه في الفلوس حط كل فلوسه في الشركه اللي هونج كانت بتحاول تفضح فسادها، وده خلى العيله تخسر كل حاجه. اما الورقه اللي هونج سلمتها لدونج وو فما كانتش عاديه، دي كانت الخطه اللي هتبوظ مخطط المدير الكبير كله، وبسببها الشركه اتفضحت واتقلب الراي العام ضدها، وبقى الكل بيهاجم مجموعه هانمين لدرجه انها بقت على حافه الانهيار. زين موك وقتها انفجر في هونج ولمها انها غيرت الخطه من دماغها في اخر لحظه، رغم ان هم كانوا متفقين على خطه تانية من البدايه، لكن هونج ردت انها مستحيل تبيع شعب كوريا كله عشان تنقذ كام موظف بس. وفي نفس الوقت دونج وو بدا يشك اكتر في هونج بسبب لفها حوالين المكتب السري طول الوقت، طلب منها ترجع لمكانها الاصلي، وهونج حاولت تجادله وقالت له ان المدير بنفسه وافق تفضل هنا كموظفه خدمات، لكن دونج وو كان فاهم انها بتحاول تطلع اسرار الشركه، ورغم انه كان عارف ان كل المصايب اللي بتحصل بسبب هونج الا انه عمره ما فضحها، بالعكس كان شايل كل حاجه فوق كتفه وساكت. وده خلى رئيس الشركه يعجب بيه جدا ويقرر يرشحه يبقى المدير التنفيذي الجديد لهان مين، وكمان كان بيفكر يجوزه بنته نوسا. ومن خلال كلام دور زان عرفنا ان رئيس الشركه مخبي حسابات سريه بره البلد، وكل الفلوس القذره متحوله باسماء وهميه تخص نوسا، يعني حتى لو البلد كلها وقعت اقتصاديا هو مش هيخسر حاجه. لكن طريقه هونج الصداميه كان ليها ثمن، لان بسبب اللي حصل ناس كتير في الشركه فقدوا شغلهم، ووسط كل ده دونج وو كان بيحمي هونج من رئيس الشركه، لانه لو عرف حقيقتها كان ممكن يدمرها فورا. وهنا هونج اكتشفت الحقيقه الصادمه ان دونج وو قبل كده من 9 سنين حاول يحميها بعد القضيه القديمه، لكنه ما قدرش يعمل اكتر من كده. هونج وقتها اتعصبت من جي بوم، لانها لو كانت عرفت الحقيقه من بدري كان زمان حياتها مع دونج وو اتغيرت بالكامل. لكن بعد اللي حصل جي بوم قال ان الافضل ينهوا المهمه هنا، لان كل حاجه تقريبا خرجت عن السيطره. وفي وسط الكارثه دي ميسوك كانت اكتر واحده دفعت الثمن، الشركه حملتها مسؤوليه بيع الاسهم للناس، ولما الاقتصاد وقع الناس رفعت عليهم قضايا والشركه غسلت ايديها منها بالكامل، مع انها مجرد موظفه مبيعات بتنفذ الاوامر. الوقت اللي ميسو بحياتها بتنهار فيه نوسا كانت بتستعد لجواز ضخم مفروض عليها بسبب طمع امها في النفوذ والفلوس. اما باكي فبعد ما ربطت كل الاحداث ببعض اخيرا فهمت ان هونج مجرد جاسوسه مزروعه جوه الشركه، لكنها ما قدرتش تفضحها لانها هي نفسها متورطه في سرقه فلوس قذره، وعشان كده فضلوا مكملين تمثيل انهم صحاب لحد ما هونج تسيب الشركه. وفي الناحيه الثانيه ميسو وصلت لمرحله الانهيار وراحت تترجى مديرها يساعدها، لكنه رماها بكل قسوه ورفض يتحمل اي مسؤوليه. ومع الضغط والديون والخوف على بنتها كيم بام قررت تنهي حياتها باستخدام المبيد الحشري. وتاني يوم الصبح هونج كانت لسه مخلصه كتابه استقالتها لما جالها خبر صادم، وجريت على المستشفى ولقت ميسو فاقده الوعي، وقبل ما تحاول تنهي حياتها كانت سايبه رسالتين، واحده لهونج والتانيه لرئيس الشركه نفسه. هونج وهي بتقرا الرساله بايديها بتترعش اكتشفت ان ميسو كانت تعرفها من زمان، لكن هي اللي ما افتكرتش. كيم مي مستحيل تنسى الست اللي وقفت جنبها زمان وحمتها لما تعرضت للتحرش. من 9 سنين كانوا شغالين سوا في نفس الشركه، وبعد كل السنين دي القدر جمعهم تاني في هان مين. في جوابها ميسوك شكرت هونج على كل حاجه عملتها ليها والكيم بوم طول الفتره اللي فاتت، وكمان طلبت منها اخر طلب انها تساعد بنتها تتنازل عن حقها في الميراث، لانها ما كانتش عايزه كيم بوم تورث الديون المرعبه اللي سايباها وراها. هونج وهي بتقرا الجواب كانت ايديها بتترعش ودموعها بتنزل من غير ما تقف، وكانت حاسه بالوجع والذنب في نفس الوقت، والكره جواها ناحيه رئيس الشركه كان بيكبر اكتر واكتر. باكي انفجرت في نوسا وهي واقفه بتعيط جنب سرير ميسوك، وقالت لها ان اللي حصل لميسوك كله بسببهم. وهنا هونج اتصدمت لما اكتشفت الحقيقه، نوسا طلعت بنت رئيس الشركه فعلا، والاغرب ان الثلاثه رغم ان هم عاشوا مع بعض شهور طويله ما كانوش عارفين الحقيقه الكامله عن بعض. الخناقه بينهم عليت جدا لدرجه ان الممرضات طردوهم بره الاوضه، ومع كده فضلوا يتخانقوا في الممر. وبوكي كعادتها ما عرفتش تمسك لسانها وقالت بصوت عالي ان هونج اكبر منهم ب10 سنين وان عمرها الحقيقي 35 سنه.
هونج وقتها حست انها اتحولت لخالة كبيرة قدامهم، فتعصبت وطردت الاتنين يرجعوا يهتموا بكيم بوم، وهي فضلت في مستشفى جنب ميسوك. وخبر محاولة انتحار ميسوك وصل لرئيس الشركة، لكن بدل ما يهتم بالبنت اللي ضاعت حياتها بسببهم، كل اللي شغله ان الموضوع انتشر على الانترنت وشوه سمعة الشركة. قروا جوابها وهو متضايق، وبعدها قطعوا بكل برود وقال ان الشركة ملهاش دعوة بقرارها المتطرف. هونج كمان بقت تحت المراقبة لانهم خافوا تفضح اللي بيحصل جوه الشركة، ودونج وو اللي كان سامع كلامهم ده كله وشه اتغير وبان عليه الغضب. بعدها المديرة استدعت هونج عشان تحقق معاه بخصوص المنشور اللي نزل عن ميسوك، لكن هونج المرة دي ما سكتتش وردت عليهم بعصبية وهددتهم بشكل مباشر، وقالت لهم ان هم طول الوقت بيستخدموا سلطتهم عشان يسحقوا الموظفين الضعاف. وفي وسط التوتر ده مدير القسم التاني جه يستفزها ويسألها عن محتوى جواب ميسوك الأخير. هونج انفجرت فيه وشتمته بطريقة مهينة جدا، ولما حاول يمد ايده عليها مسكت ايده واديته بالنص لدرجة انه وقع واتفضح قدام الكل، ولولا الموظفين اتدخلوا كانت كملت عليه فعلا. وبعد الخناقة هونج قدمت استقالتها فورا وسابت الشركة، والسكن اللي كان مليان ضحك وصوت البنات فجأة بقى فاضي وكئيب. ونوسة امها خدتها بالعافية على بيتهم الكبير، وبوك هي كانت بتحاول تمشي هي كمان لكن اتجبرت تساعد في ترتيب الحاجات. اما كيم بوم فبقت لوحدها تماما، وفي الاخر بوك هي اضطرت تاخدها للمستشفى عند امها. رغم شخصية بوك هي المتكبرة الا انها ما قدرتش تمنع نفسها من العياط وهي بتقرا جواب ميسوك. هي وهونج قعدوا يعيطوا سوا على البنت الطيبة اللي طول عمرها بتسامح الناس مهما ظلموها. في الوقت اللي الموظفين فيه حياتهم بتنهار، كبار الشركة كانوا لسه بيلعبوا العاب سلطة ومصالح، ودونج وو بدأ يتحرك بنفسه واستدعى مستثمرين اجانب عشان ينقذوا الشركة من الانهيار. لكن الحقيقة ان كل طرف كان بيلعب لمصلحته الخاصة، ودونج وو بذكائه استغل الازمة وبدأ يخطط ان يقلب الطاولة على رئيس الشركة نفسه وياخد مكانه. رغم ان رئيس الشركة ما كانش عبقري اقتصادي زي دونج وو، لكن سنين السوق والتجارة حولته لثعلب عجوز يعرف يلعب كويس جدا. هو ودونج وو كانوا بيبتسموا لبعض وبيمثلوا ان هم شركاء، لكن في الحقيقة ان كل واحد فيهم كان مستني التاني يقع عشان يبلع الشركة كلها لوحده. ورئيس الشركة وافق كمان على خطة المستثمرين الاجانب بتقليل العمالة، وابتدى الموظفين القدام واحد ورا التاني يسيبوا الشركة غصب عنهم. حتى جين موك نفسه اترفد في الاخر بعد كل اللي عمله للشركة. اما هونج فحظها الاسود خلى الشركة ترفض استقالتها بحجة ان الموظفين الجداد ما ينفعش يسيبوا الشغل دلوقتي، فاضطرت تكمل شوية كمان. ويمكن تكون الفترة دي اخر فرصة تغير فيها النهاية الكارثية دي. وفي يوم وهي راجعة البيت مرهقة لقت كيم بوم قاعدة لوحدها بتلعب بالاوريجامي وبتطوي الورق، وهونج عدت بعينيها على الورق عادي لكن فجأة اتجمدت مكانها، واتضح ان الورق اللي كيم بوم بتلعب بيه هو نفسه دفتر الحسابات السري للصندوق الاسود اللي هونج كانت بتدور عليه من زمان، الدفتر اللي كانت فاكراه انه اتحرق واختفى للابد. المعجزة ان كيم بوم هي اللي كان معاها الدفتر طول الوقت، وفجأة الامل رجع لهونج من تاني. هونج وقتها راحت فورا تحكي لبوك هي وقالت لها ان هم لو استخدموا الدفتر ده صح يقدروا يمنعوا رئيس الشركة من الاعتماد على المستثمرين الاجانب وينقذوا هان مين. وهنا هونج غيرت خطتها بالكامل في اخر لحظة، ولاثبات انها جادة اخذت قرار ممكن يقلب حياتها كلها. في هان مين كانت مجرد موظفة بتعمل قهوة للناس، لكن في شركتها الحقيقية كانت شخصية مهمة جدا، واول ما تدخل الكل يقف يسلم عليها باحترام. هونج راحت مباشرة لجي بوم ورمت استقالتها في ايده ومشيت من غير حتى ما تستنى رد، والراجل اتصدم وفضل يجري وراها في المكتب وهو بيزعق لانه مستحيل يسيب موظفة عبقرية زيها تمشي بسهولة. المنظر قلب المكتب كله، والأسوأ ان المحقق اللي مزروع من دو سان كان سامع كل حاجة. جي بوم فضل يجري ورا هونج لحد التاكسي، وهي حاولت تفهمه ان هم لو سابوا الوضع يكمل كده الفاسدين هيهربوا بفلوسهم ويتبرئوا من كل جرائم الصندوق الاسود والتهرب الضريبي. هونج قالت له انها مش قادره تسكت على شويه ناس عايشين في رفاهيه على حساب تعب ودم الناس الغلابه. وفي نفس الوقت رئيس الشركه كان خلص توقيع الصفقه مع المستثمرين الاجانب بنجاح. المستثمر نفسه كان منبهر جدا بخطه دونج وو، وقال ان استهدافهم لكوريا كان قرار عبقري. بالتدريج دونج وو والمستثمرين كانوا بيستحوذوا على شركه هان مين بالكامل، ولما اتسال دونج وو ان كان لسه في اي خطر يهدد خطته رد بثقه انه خلص من الشخص اللي كان معطلهم. لكن اللي ما كانوش يعرفوه ان العقبه دي اللي هي هونج كانت حرفيا بتجري باقصى سرعه عشان تدمر خطتهم كلها. في الناحيه الثانيه المحقق نقل خبر استقاله هونج لدوسان، ودوسان ضحكت باستهزاء وفكرت ان هونج اخيرا استسلمت، لكن دوسان نفسها كانت اخطر مما الناس تتخيل. طلبت من المحقق يراقب ألبرت كمان لانها شكت ان في حاجه بينه وبين هونج، وكان هدفها الحقيقي انها توقع ألبرت وتخلي نوسا تبقى الواجهه الجديده للشركه عشان تقدر تتحكم في كل حاجه من ورا الستار. بعدها دوسان عرضت عقد جديد على الموظفين الجداد، واول ما هونج قرته ضحكت بسخريه لان العقد كان استغلال كامل للموظفين، ساعات اضافيه، شغل اكتر، مهام اكتر من غير اي رحمه. اللحظه دي باكي افتكرت العرض اللي هونج قدمته لها الليله اللي قبلها، وهونج قالت لها انها عايزه تستخدم الفلوس القذره دي عشان تطيح بالمساهمين الفاسدين وتنقذ موظفين هان مين. هونج كانت عارفه انها لوحدها مش هتقدر تعمل ده، وعشان كده كانت محتاجه باكي كورقه مهمه في خطتها. خبر استقاله هونج وتجديد عقدها في نفس الوقت وصل لدونج وو والموضوع جننه.
فاتصل فورا بجي بوم وهو متعصب، سأله ازاي سمح لهونج تعمل كده، لكن جي بوم رد عليه انت اكتر واحد عارف قد ايه هونج عنيده، محدش يقدر يجبرها على حاجه. دونج وو كان متعصب جدا من تصرفات هونج لانها طول الوقت بتعمل اللي في دماغها من غير ما تسمع لكلام حد، لكن في الاخر هو عارف انه مستحيل يسيطر على عنادها. في نفس الوقت دو سان كانت بتحضر لخطتها الجديده عشان توقع خصمها دوك، فدعت ام نوسة على عشاء فاخر وكانت بتحاول تتقرب منها. دو سان استخدمت نوسة كوسيله لكسب رضا امها ووعدتها انها تدي بنتها منصب اعلى حتى من ألبرت وكمان مكتب ضخم يليق بيها، وام نوسة وافقت تقريبا على العرض. فدو سان ابتسمت بانتصار لانها حست ان خطتها ماشيه زي ما هي عايزه. اما هونج فبعد ما ضربت مديرها دونج لي المفروض كانت تتمسك فورا، لكن الغريب ان هو بنفسه اللي خلاها تكمل في الشركه، والسبب انه كان ناوي يذلها ويطلع غضبه فيها واحده واحده. لكن هونج كانت متعوده على العاب التنمر والقرف اللي بيحصل في الشركات وما سكتتلوش، ولما حاول يغرقها بالشغل ويوزعها على 3 اقسام مختلفه بدات تتحجج بده عشان تتهرب من الاوامر اللي بيكلفها بيها، وده اللي بيخليه يتعصب اكتر. وفي مره وهي بتوصل القهوه لمكتب ألبرت سمعت الموظفين بيتريقوا عليه وانه طول اليوم بيلعب جيمز وبيسمع اغاني ومش فاهم حاجه في الشغل. هونج بصت له وهو قاعد بمنتهى البراءه وما قدرتش تمنع نفسها من انها تتنهد عليه زعلانه، وبعدها فجاه دونج وو اتصل بيها وطلب يقابلها لوحدهم، حذرها ان دو سان مأجره ناس يراقبوها وان الافضل تمشي قبل ما يحصل لها حاجه. لكن هونج كالعاده ما اهتمتش بالكلام، فدونج وو اضطر يهددها ويقول لها ان ماضيهم مع بعض لو اتكشف هيوقعهم هما الاثنين في مشاكل كبيره. هونج ردت عليه بمنتهى البرود وقالت له لو انا وقعت هسحبك معايا. الكلام خلى دونج وو يسكت تماما وكأنه فعلا في سر خطير جدا بينهم، وفي الاخر معرفش يعمل حاجه غير انه يمسك راسه من الصداع بسبب تصرفاتها المجنونه. في الناحيه التانية خطه دو سان نجحت ونوسة فجاه اترقت وبقت مديره رغم انها اصلا لسه موظفه متدربه. دوج جو كان بيتغاظ جدا لما يشوف ابنه ألبرت نايم او سرحان حتى وقت الاكل، لكن في نفس الوقت نوسة كمان ما كانتش تبان شخص كفء، واحد طول اليوم بيلعب والتانية متدلعه ومحدش فاهم عندها اي مهاره فعلا ولا لا. لكن مهما حصل اولاد الاغنياء بيعيشوا غير اي حد. نوسة دفعت تكاليف علاج ميسو كلها من مجرد مصروفها، والمبلغ ده كان ممكن يعيش ناس سنين. هانج وبوكي كانوا متضايقين جدا من المنظر ده لان هم عارفين ان الفلوس دي اصلها تعب ناس اتسرقوا واتظلموا بسبب رئيس الشركه، لكن رغم غضبهم منها لما افتكروا قد ايه نوسة كانت بتحب ميسوك وكيم بوم بصدق وقفوا ساكتين وافتكروا ايام السكن الدافيه اللي راحت. تاني يوم نوسة دخلت الشركه مع امها بمنتهى الفخامه بعد ما بقت مديره جديده، وكل الشركه كانت مستغربه ومستنيه تشوف المديره الجديده دي. اول ما دونج شافها اتصدم لانه اكتشف ان المديره هي نفسها المتدربه اللي كان بيشتمها قبل كده وبيعاملها على انها غبيه. الموقف كان محرج جدا لدرجه ان ام نوسة طردته بره المكتب فورا وفضلت تهدي بنتها. ورغم المنصب الجديد اغلب الموظفين ما كانوش بياخدوا نوسة بجديه، خصوصا بوك هي اللي كانت بتعملها وكانها طفله متدلعه وملهاش لازمه. اما هونج فكانت غرقانه واستجابه لشغل وضغط لحد اخر الليل، واعضاء قسم الاداره فتحوا الباب وكلوا حله رامن كامله وقاعدين ياكلوا منها بشراهه. واحد من الموظفين بص بعد ما هونج خرجت وقال باعجاب مفيش واحده عندها 20 سنه تقدر تكون زيها، بتحسسنا كانها الاخت الكبيره اللي دايما بتحتوي الكل. لو كان يعرف ان عمر هونج الحقيقي اكبر منه اصلا كان زمانه اتصدم اكتر بكتير. كلام جين موكو وهو بيقول لهم اسمعوا كلام الاخت الكبيره كان واضح جدا ان الاغبياء دول مش مستوعبين ان هونج فعلا اكبر منهم في السن. وبعد ما هونج خرجت من الشركه ما كانتش واخده بالها ان المحقق اللي تابع لدو سان كان بيراقبها. جالها اتصال من مدير جيبام يبلغها بمعلومه خطيره، صندوق الاستثمار من هونج كونج اللي متعاون مع هان مين دونج وو كان شغال فيه قبل كده، ولسه المكالمه ما خلصتش الا والشخص اللي كانت اخر واحده نفسها تشوفه ظهر قدامها. دونج وو قال لها بقلق قلتلك ان دو سان بتحقق وراه، لكن دونج وو كان فاهم الموضوع غلط، كان فاكر ان هونج بتغامر بكل ده بسبب الفلوس. طلع ظرف فلوس كبير وقال لها اعتبريه مصاريف المستشفى. الاهانه ضربت كرامه هونج في مقتل وخدت الفلوس ورمتها كلها في وشه بغضب. في وسط الموقف المتوتر ده واحد معدي جنبهم وقال باستغراب لو مش عايزين الفلوس ادوها لي بدل ما ترموها على بعض. الكلمات دي كانت اخر حاجه ناقصه تخلي هونج تنهار، كل الضغط اللي كانت شايلاه جواها انفجر مره واحده، وهي كانت اكتر واحده ندمانه على اللي عملته وكانت فاكره ان اسقاط شركه هانمين هيصلح كل حاجه. لكن بعد ما شافت ميسوك بتحاول تنتحر بسبب الفوضى اللي حصلت بدات تنهار نفسيا، ودونج وو زعق فيها بعصبيه ليه بعد 9 سنين لسه بتحملي نفسك مسؤوليه كل حاجه، ليه لازم تشيلي ذنب مش ذنب. لكن هونج بصت له بخيبه امل وقالت ان المشكله انه لسه جبان زي زمان ومهما مر وقت عمره ما وقف فعلا ضد الناس الاقوى منه. رجعت البيت مرهقه لكن بوكي كانت مستنياها باسئله جديده بسبب خطوره الخطه وكانت عايزه تعرف هونج ناويه تعمل ايه بالظبط. هونج شرحت لها كل حاجه بالتفصيل حتى موضوع هويتها الثانيه باسم هونج رانج اللي هي اختها الصغيره وحبسها في مدرسه داخليه عشان تمنع تظهر فجاه وتبوظ اي خطه. وهونج كانت مجهزه هويات وخطط احتياطيه لكل احتمال ممكن، وبوكي كانت خايفه متردده لكنها وافقت تساعدها في النهايه. طلعت جهاز تسجيل كانت مخبياه في مكتب دونج وو. كل خطه دونج وو للسيطره على هانمين كانت متسجله بالكامل، لكن بعد ما سمعت التسجيل بوكي اتوترت جدا
جدا وقالت انها اصلا مش فاهمه اي حاجه من الحرب دي. الموضوع كله بين ناس عباقره ومخططين وهي مجرد بنت بتحب الفلوس. وفجاه وهم بيتكلموا باب الاوضه اتفتح. مشرفه السكن كانت واقفه بره مباشره وكيم بوم ما عرفتش تستخبى في الوقت المناسب فاتكشفت. البنات افتكروا انها خلاص هيطردوا، لكن كيم بوم قالت بسرعه انا هرجع دور الايتام، من فضلك ما تزعقي لهم. الكلام كسر قلب هونج، خصوصا ان دور الرعايه اصلا كانت مليانه بسبب الازمه الاقتصاديه. هونج وقتها اخذت قرار مصيري، هي مش هتسمح لنفسها ترتكب غلط جديد وقررت تبقى الوصيه القانونيه على كيم بوم بنفسها. البنت الصغيره حضنتها بقوه والمشهد كان مؤثر جدا. وفي نفس الوقت عيله رئيس الشركه كانت متجمعه على العشاء، وفجاه بدا يسالوا دونج وو عن حياته العاطفيه، واتضح ان حبه الوحيد كان هونج من 9 سنين. والبرت بدا يربط الاحداث ببعضها، خصوصا بعد ما لاحظ ان هونج ودونج وو بيتصرفوا كأن بينهم ماضي قديم. ولما شاف الساعه الزوجيه اللي دونج وو لسه محتفظ بيها شكه اتاكد اكتر. لكن رئيس الشركه كان عنده خطه تانية تماما. قبل حتى ما دونج وو يرد نوسة اعلنت فجاه دونج وو هيخطب نوسة. وش الاتنين اتجمد من الصدمه. وفي الناحيه التانية هونج رجعت بيت اهلها ومعاها كيم بوم. اهلها اول ما شافوا طفله معاها بداوا يبالغوا في التفكير، وهونج اضطرت تشرح بسرعه دي بنت زميلتي في الشغل يا جماعه. لحسن الحظ كيم بوم كانت مؤدبه ولطيفه جدا فاهلها حبوها بسرعه. بعد شويه هونج خرجت بره البيت ولقيت بوكي واقفه عند الباب وكانت جايه تودعها قبل ما تسيب السكن وتمشي. ولما بوكي بعدت شويه الدبدوب اللي كانت جايباه لهونج وقع منها على الارض. وفجاه كل الذكريات الحلوه اللي عاشوها مع بعض في السكن رجعت قدامها مره واحده. بعد تفكير طويل بوكي اخيرا رجعت بالسوت كيس وقررت تدخل الخطه رسمي، والمره دي وافقت تساعد هونج بشكل كامل. انا هنقذ هان مين. هونج قالتها بحماس وهي بتكشف اول هدف هي في خطتها. هي ناويه تستخدم فلوس الصندوق الاسود عشان تواجه دونج وو في حرب السيطره على شركه هان مين. لكن الفرق بينها وبين دونج وو ان هو عايز يستحوذ على الشركه، اما هونج فكل هدفها انها تنقذ الموظفين من الانهيار. بوكي اول ما سمعت الكلام طلبت فورا 10% من الفلوس كمكافاه ليها، والنسبه كانت ضخمه جدا لدرجه ان هونج سكتت تفكر شويه. لكن بالنهايه اقتنعت ان نجاح الخطه مستحيل من غير بوكي. الاثنين بداوا ينفذوا الخطه فورا. وفي وسط الزحمه دي دونج لي رجع يرخم على هونج وطلب منها تكتب له كل الحاجات اللي بتحبها نوسة. واضح انه عرف ان هونج قريبه من المديره الجديده وعايزه تقرب منها بالمصلحه. هنا هونج استغلت الفرصه وحددت مقابله مع نوسة. انت عايزه تشوفي كيم بوم صح؟ اذا ساعدينا في حاجه. وفجاه نوسة اللي المفروض مديره كبيره لقت نفسها لابسه كمامه وبتشتغل باريستا تعمل قهوه. لكن طبعا دونج وو كشفها بسرعه وشال الكمامه من على وشها. ومع ذلك كانت الخدعه نجحت بالفعل، وادت الوقت الكافي لهونج تروح البنك وتسحب 300 مليون وون، والثلاثه اشتغلوا بتناغم كامل عشان هونج تنتحل بصفه مديره شركه اثناء السحب. لكن بسبب ضخامه المبلغ مدير البنك بدا يشك جدا لدرجه انه اتصل مباشره بشركه هان مين عشان يتاكد من التوكيل. وهونج وقتها اتوترت جدا لان الجزئيه دي ما كانتش في الحسبان. فضلت قاعده مستنيه معجزه تحصل. وفي نفس اللحظه تقريبا دو سان كانت مستدعيه نوسة لمكتبها، ونوسة اتوترت اول ما شافتهم داخلين. لكن فجاه لمعت في دماغها فكره عبقريه، وقفت عند الباب وبدات تهبط اي كلام عشوائي عشان تعطلهم وتكسب وقت. والاغرب ان امها صدقتها فعلا، وده ادى فرصه لبوكي تقلد صوت دو سان في المكالمه مع البنك. الخطه نجحت بالنهايه، ومدير البنك قلب اسلوبه فورا مع هونج بعد ما اتاكد. واول ما استلموا الشيكات هونج وبوكي كانوا هيطيروا من الفرحه. بعدها بوكي اخذت هونج المكان سري لتحويل الشيكات لكاش، والمكان كان مرعب ومشبوه جدا فهونج بدات تقلق. بوكي عصبت وطلعت سيفها الخشبي تحاول تفاصل معاه، لكن الراجل كان ثابت. وفي النهايه هونج طلعت رزمه فلوس كبيره وبدات تفاوضه بنفسها. واول ما شاف الفلوس الراجل وافق فورا، ورجعوا السكن وهم شايلين 3 و4 شنط مليانه فلوس. ولما قلبوا الفلوس على الارض السكن كله اتملى رزم نقديه. وهونج اتصدمت من كميه الاموال وقالت ان ده حتى ما يمثلش عشر ثروه الرئيس الحقيقيه. اما بوكي فكانت حرفيا بتشم ريحه الفلوس الجديده باستمتاع وكانها في حلم. وسط الفرحه بوكي افتكرت فجاه ان دونج وو كان كشف نوسة وهي متنكره، وهونج اتفزعت وسالتها ليه ما قلتيش من بدري. بس تاني يوم هونج ونوسة وقفوا قدام دونج وو يستنوا التوبيخ. لكن هونج حتى وهي بتعتذر كانت عامله وش بارد وبتبص بضيق، ودونج وو ما قدرش غير ان هو يتنهد باستسلام. ولان نوسة ساعدتهم هونج نفذت وعدها وادتها عنوان المكان اللي فيه كيم بوم. هونج بدات تشفق على نوسة فعلا رغم انها مديره، لكنها مجبره تعيش حياه مرسومه ليها بالكامل. واول ما عرضوا عليها تخرج تاكل حلويات مع كيم بوم وافقت فورا بحماس طفولي. وبالليل راحت بنفسها بيت هونج، واول ما شافت كيم بوم جريت عليها وحضنتها وفضلوا يعيطوا سوا. ونوسة رغم انها مدلله وغنيه لكن من جواها طفله جدا، وفضلت تلعب وتهزر مع كيم بوم وجابت لها شوكولاته فاخره. شكل العلبه لوحده كان ريحته فلوس لدرجه ان ابو هونج انبهر. ونوسة اعتذرت لكيم بوم لانها سابت السكن فجاه مع امها من غير ما تودعها. لكن لما جابت سيره امها كيم بوم حزنت للحظه وقالت بصوت هادي انت محظوظه عندك ام واب. لكن كيم بوم بسرعه رجعت تبتسم تاني لانها بدات تعتبر اهل هونج كانهم جدها وجدتها فعلا. وفي صباح اليوم التالي هونج راحت محل الاحذيه تستلم شحنه من شركه التوصيل، وفجاه انصدمت كانها شافت شخص تعرفه. اتفاجئت ان مديرها متنكر في شكل راجل عجوز بيصلح جزم بس عشان يقابلها، وكان قلقان ان هونج بقت من غير شغل وممكن تكون حرفيا مفلسه، لكن الحقيقه انها دلوقتي معاها فلوس تكفيه هو شخصيا.
وبدأ يلومها انها اتغيرت وبقت ماشيه في طريق غلط، لكن هونج وضحت انها مش عايزه الفلوس السوداء دي تقع في ايد المستثمرين اللي جايه من الصين، وهو حذرها ان الناس دي خطيره جدا ومتخصصه في الاستحواذ على الشركات المفلسه في اسيا. وبعدين حاول يطمنها لاول مره بجد وقال لها ان اللي حصل لميسوك مش ذنبها، وهونج اتاثرت بالكلام وقالت انه قال نفس الجمله دي في جنازه شخص مهم بالنسبه لها من 9 سنين، وده خلى دي بوم يحس قد ايه هي لسه شايله الماضي جواها لحد ما دمع. من الكلام فهمنا ان دونج وو شايف ان شركات زي هان مين مجرد شركات فاسده معموله عشان الاغنياء يسرقوا الناس وعايز يدمرها، وفي نفس الوقت دونج وو كان بيجهز مع المستثمرين قائمه بالشركات اللي هيستحوذ عليها، وبوك هي كانت بتتجسس وسمعتهم. هونج كمان اكتشفت ان الاشاعات المنتشره عن افلاس الشركات غالبا دونج وو هو اللي نشرها للتاثير على الراي العام. وبعدها ألبرت حكى لهونج عن خطوبه دونج وو ونوسا، فهونج اتضايقت جدا ولسه واضح ان عندها مشاعر ناحيته، راحت تضغط على ألبرت انه يدخل صراع السلطه وياخد مكانه في الشركه بدل ما يفضل ضعيف. وبالفعل كلامها شجعه لاول مره يواجه مرات ابوه ويثبت نفسه، وده خلى رئيس الشركه ينقل نوسا من مكتبها الفخم لمكتب عادي وسط الموظفين. وام نوسا اتوترت جدا لانها عارفه ان بنتها مش كفء، ولو الناس لاحظت ده ممكن تخسر فرصه الوراثه. ألبرت كان هدفه الحقيقي انه يرجع جين موك للشركه بعد ما اترفض، لان جين موك بقى حرفيا بيبيع كمباب في الشارع من الفقر. واول ما ألبرت حاول يساعده جين موك استغله وباع له 5 لفات كمباب ب 50,000 وون، رغم انه كان بيبيع الواحد ب1000 بس. فألبرت اتصدم، صحيح خير تعمل شر تلقى. بعدها ظهرت مقاله كبيره على الانترنت بتكشف خطه المستثمرين للسيطره على هان مين، ورئيس الشركه خاف جدا وبلغ دونج وو. وفي الاخر اكتشفوا ان الموقع اللي اتقفل رجع تاني باسم جديد، زي ما لو كان موقع خالد مهما يتقفل بيرجع من جديد. اكتشفت هونج وبوك هي ان صاحب صفحه الاخبار اللي بتهاجم شركه هان مين غالبا شخص من جوه الشركه، فقرروا ان هم لازم يكتشفوا هويته ويضموه لصفهم، لان عدوي صديقي. وبسبب ان الصفحه دي بقت تهديد مشترك لهان مين بدا سباق بين الاطراف عشان يعرفوا مين وراها، ودوك نقل الموضوع لدونج وطالب منه ان هم يحددوا هويه صاحب الموقع. وألبرت ودونج وو حاولوا يحصروا المشتبه فيهم، لكن التحليل كان واسع جدا لدرجة انه شمل عدد كبير. بوك هي ساعتها قدرت تقلل القائمة لحد 5 أشخاص فقط، وهونج استخدمت ذكائها وبدأت تربط الأدلة زي ما بتعمل دايما، وقدرت توصل لاستنتاج ان صاحب الموقع هو ألبرت. هونج وبوك هي راحوا لمكتب ألبرت وواجهوه وربطوه وبدأوا يضغطوا عليه لحد ما اعترف انه فعلا هو صاحب الموقع. لكن فجأة الباب خبط، ولما اتفتح دخل دونج، وده كان الصدمة لأنه طلع شريك ألبرت في الموضوع. واتضح إن ألبرت عمل الصفحة دي عشان كان زهقان وبيهاجم الشركة، وهونج اتفاجئت جدا لكنها سابتهم ومشيت. وبعد ما مشوا شافوا ان المحقق بدأ يراقب ألبرت، وألبرت اكتشفه هجم عليه وطلع عنده مهارات قتالية قوية. وفي نفس الوقت كانت نوسا في خروجه مع دونج وو، والأحداث كانت متشابكة مع علاقات قديمة بينهم. واتكشف ان ألبرت ونوسا قرايب، علاقة عيلة. وكمان بان ان دونج وو كان عنده حب قديم من 9 سنين، والبنت ده تاريخ ميلادها 24 ديسمبر وهو نفس تاريخ ميلاد هونج. فبدأت الشكوك تزيد انها ممكن تكون هي نفس حبيبته القديمة. وفي ليلة الكريسماس اثناء التجمع نوسا بدأت تربط الأحداث وتشك ان في حاجة مش طبيعية. وفجأة ألبرت اقتحم المكان وواجه هونج، وكشف انها محققة في قسم التحقيقات المالية. هونج اتصدمت، والظاهر ان المحقق اللي كان بيحقق مع ألبرت قبل كده غلط وكشف هويتها من غير ما يقصد. وفي اللحظة دي كل الهويات السرية لكل الشخصيات بدأت تتكشف واحدة واحدة، واللعبة كلها بدأت تتقلب. شكلهم كده هيتعاونوا مع بعض عشان يوقعوا خطة دونج وو ومعاه رجل الأعمال الكوري هونج جونج. وألبرت كمان اضطر يكشف الحقيقة عن هونج لدانج دي، ولما عرف ان البنت اللي هو معجب بيها أكبر منه بكام سنة اتصدم ومبقاش عارف يرد. الخطة الأساسية كانت ان هم يسرقوا الصندوق الأسود أو الفلوس السرية عشان يشتروا أسهم ويبقوا مساهمين كبار في الشركة. هونج بدأت توضح مهمة الفريق كله، وان الهدف الحقيقي هو حماية شركة هان مين من دونج وو والجهة التانية. وبرغم ان كل واحد فيهم عرف حقيقة التاني قريب، الا انهم وافقوا يشاركوا لان الهدف واحد تقريبا. هونج كشفت ان في صندوق فلوس سري لسه موجود جوه البلد، واللي مسؤول عنه هو دوك فو. ألبرت اتصدم لانه ما كانش يعرف ان الفلوس دي موجودة اصلا تحت ايد ابوه. وفي نفس الوقت باين ان دوك فو مش واخد حقه جوه الشركة، وان الرئيس بيقلل من قيمته، بيقول له ضمنيا انه لازم يسيب مكانه لشخص اصغر واكفأ. والرئيس كان بيهين دوك فو بشكل مباشر وبيشوفه مجرد شخص شاطر في العلاقات بس، لكن بدون اي قيمة حقيقية جوه الإدارة. حتى انه بهدله وهزقه عشان فشل في إدارة او الاستفادة من اموال الفساد اللي هو الصندوق السري. وبرغم ان الشركة اساسها قائم على الفساد والعمولات، الا ان اللي ما يعرفش يلعب اللعبة دي بيعتبر غير مفيد. دوك فو حاول يترجى الرئيس يديله فرصة تانية، لكن كان واضح ان منصبه بيتعرض للتهديد بسبب دونج وو ودو جيانغ. رغم كده دوك فو كان متعجرف وبيفكر انه يقدر يتغلب عليهم، وفعلا راح لمكتب دونج وو وحاول يستعرض قوته، وقال له بشكل غير مباشر ان لو الرئيس كلمه الاول يبقى يكلمه
يكلمه هو قبل اي حد، لكن في الحقيقه كان بيحاول يوقع دونج وو في فخ او يختبره. بعد ما خرج باكي بسرعه بلغت ألبرت، وفي الوقت ده ألبرت كان بيزرع جهاز تنصت في مكتب ابوه من غير ما حد يعرف، والرئيس ما كانش عارف ان ابنه بيخونه وبيسمع محادثاته. واتضح ان الرئيس بيكلف دوك فو باداره وتسويه ارباح فوائد اموال سريه تخص سياسيين، لكن في الواقع السيطره على الفلوس دي كانت في ايد الرئيس ودو تشيانج مش دوك فو. ودوك فجاه افتكر كلام الرئيس انه يسيب المكان للشباب، فبدا يفكر فكره جديده، لو هو مش قادر يبقى يخلي ابنه ألبرت هو اللي ياخد مكانه. فبدا يدربه بشكل سريع على اشياء تخص الاداره القذره والطرق اللي تخليه يمسك السلطه بدل ابوه. وألبرت بعدها راح يحكي كل حاجه لهونج، وهونج سمعت الكلام وفكرت بسرعه في خطه جديده هتستخدم الفلوس اللي معاهم عشان تعمل حركه تبديل او تضخيم قيمه المال بطريقه ملتويه، وتستغل فكره شبيهه بنصب قديم حصل قبل كده لما الناس كانت بتتحايل على تحويل العمله مقابل عمولات. فبدل ما تتسرق هي هتخلي الاشاعه تدور بحيث تبان انها صاحبه ثروه ضخمه، وبكده تخلي دوك فو نفسه يدخل في لعبتها ويبقى تابع ليها. والخطه كانت محتاجه بس شخص ينقل الاشاعه بسرعه، واسرع واحد في نقل الاخبار هو مديرها القديم بونج، اللي وافق فورا اول ما هونج كلمته، وكان متحمس انه يوصل المعلومه لاي طرف بسرعه قبل ما الاحداث تكبر. الراجل اللي زرعه دوك وو جنب المدير القديم زي البغبغان، اول ما يسمع خبر يروح ينقله فورا، وكان بيقول انه لو اتقطع رقبته مش هينطق كلمه، لكن اول ما شم ريحه الفلوس راح جري فورا يبلغ نامسونج دي اللي كان قاعد اصلا مع دوك وو. دوك وو كان نفسه يثبت نفسه قدام رئيس الشركه، وعشان كده اول ما جاله الاتصال الغامض اللي فيه عرض بمبلغ ضخم جدا اتوتر وبدا يشك مين الزفت اللي بيكلمني، هو فاكرني عبيط؟ لكن في الحقيقه كل ده كان جزء من خطه هونج وفريقها. ورغم ان دوك وو غبي شويه لكنه كان حذر جدا في موضوع الفلوس السوداء، وعشان كده هونج استخدمت الاسماء اللي موجوده في دفتر الحسابات السري والناس اللي سبق واتعاملوا مع دوك وو. كل اسم كانوا يقولوه كان بيخلي دوك وو يقتنع اكتر ان الصفقه حقيقيه، ومهما حاول يكون حذر ما قدرش يسبق ذكاء هونج. في المقابل دونج وو ما كانش مقتنع بالموضوع وفضل يعارض دوك وو ويحذره من اشاعه غسيل الاموال دي، لكن المدير القديم بونج لعب دوره صح ومثل ان الصفقه حقيقيه فعلا. فدوك وو بدا يطمع اكتر وقرر ياخد الفلوس لنفسه ويتجاهل تحذيرات دونج وو، وبكده دخل بنفسه في الفخ اللي هونج رسمته له. وفي نص الليل تمت الصفقه في جراج عربيات حسب المكان اللي هونج حددته. دوك وو فتح شنطه العربيه بالسر واتصدم لما شاف 3 صناديق مليانه فلوس كانت هونج مجهزاها. ريحه الفلوس خلت الراجل يطير من الفرحه وقعد لوحده يعد ويبدل الفلوس من غير ما يعرف ان ابنه واقف بعيد بيراقب كل حاجه. مجرد مليار وان خلاه يهيص من الفرحه، فما بالك لما هونج بعتت له جواب تعرض فيه صفقه ب10 مليار وان، خصوصا ان العموله لوحدها 50%، يعني 5 مليار بسهوله. من هنا دوك وو بدا يغرق اكتر واكتر في الجريمه اللي هونج بتسحبه ليها خطوه بخطوه. وفي وسط كل ده كان في جانب تاني مؤلم في حياه هونج. محل الفراخ بتاع اهلها اصلا شغله تعبان، لكن رغم كده كانوا دايما بيساعدوا صاحبهم القديم اللي عنده محل قريب منهم. ومع الازمه الاقتصاديه هونج اضطر يسلف صاحبه مبلغ من الفلوس، لكن لما خرج يطالبه بالدين اتاخر جدا ومرجعش. واثناء قلق هونج جات لهم مكالمه من الشرطه، صاحبهم انتحر بعد ما خسر شغله ما بقاش قادر يستحمل الديون. والخبر صدمهم كلهم، ولما راحوا العزاء لقوا ابو هونج قاعد مذهول ومكسور، ورغم انهم اصلا على قد حالهم الا انه طلب من مراته فلوس عشان يساعدهم في العزاء. ساعتها كيم بوم طلعت محفظتها بسرعه وادت له الفلوس. فالاب والام اتفاجئوا جدا، وبرغم كل الظروف الصعبه كانت العيله لسه شايفه ان وجودهم مع بعض هو الحاجه الوحيده اللي مديهم قوه يكملوا. لكن الصدمه الاكبر كانت ان صور دونج وو مع نوسا انتشرت في كل الجرايد، واتضح ان ام نوسا بنفسها هي اللي سربت الصور واعلنت ان الاثنين مخطوبين رسمي. دوك يانج ولعت من الغضب لانها ما كانتش موافقه ان الخبر يطلع بالشكل ده ومن غير اذنها كمان، وفجاه الامور بدات تخرج عن السيطره اكتر من اي وقت فات. ام نوسا قالت لها انها عندها خبره 3 جوازات وعارفه كويس ازاي تدير الامور، لكن الحقيقه ان تصرفها ده ممكن يبوظ خطط ناس كتير. وفي نفس الوقت هونج استغلت القصه دي لصالحها واستخدمت خبر الخطوبه عشان تضغط على دونج وو وتقنعه انه لازم يسبق دونج وو بسرعه والا الكرسي هيروح منه. وفعلا دونج وو جري على البنك يسحب ال10 مليار وان، هو مقتنع ان هو هيستخدمهم يوم واحد بس ويرجعهم تاني وكأن مفيش حاجه حصلت. مدير البنك نفسه اتخض من الرقم الضخم، لكن دونج وو فضل يهدده ويتكلم كأنه بقى رئيس الشركه فعلا. وبالليل راح لوحده بالمبلغ الضخم لمكان الصفقة. الموضوع كان خطر جدا، لكن طمعه كان أكبر من خوفه. أول ما دخل باكي والناس اللي معاها طلعوا بكمامات، خدوا الفلوس وادوله الشنط في المقابل. ولما شاف رزم قدامه عينه لمعت من الفرحة وقعد يشم ريحة الفلوس كأنه كسب الدنيا. المجموعة ودعته بكل هدوء وهو خرج مبسوط ومفكر إنه عمل صفقة العمر، لكن أول ما وقف في مكان فاضي وفتح الشنط اتصدم، الفلوس كلها كانت طوب وحجارة. ساعتها بس فهم إنه اتنصب عليه في ال10 مليار وان بالكامل، وقع على الأرض يعيط ويصرخ من الصدمة
الصدمة زي العيال الصغيرة. المضحك ان ألبرت كان عارف بالخطة كلها، وعشان كده وشه كان متغير وقت التسليم، واضح انه تعاطف مع ابوه شوية رغم انه مشارك في سرقته. بعدها دوك راح لدونج وو وهو مرعوب ومكسور، كان نفسه يطلب منه يساعده او يسلفه لكنه مكسوف لانه قبل كده تجاهل تحذيراته. حاول يلف ويدور وقال ان في نصاب بيضحك على المسؤولين وعايز دونج وو يساعده ويمسكه. دونج وو فورا شك في هونج وراح يقابل جي بوم عشان يفهم اكتر. جي بوم بدأ يحكي عن اخوه الصغير وعن الندم وعدم الثقة، والكلام لمس دونج وو جدا لانه حس ان نفس الغلطة حصلت بينه وبين هونج زمان. في الناحية التانية هونج نفسها بدأت تهدى شوية لما شافت ألبرت متألم بسبب اللي عمله في ابوه واديته نصيحة عن الثقة، لكن واضح انها كانت بتكلم نفسها قبل ما تكلمه. ألبرت بعدها راح مباشرة لابوه اللي كان منهار بعد ما خسر الفلوس، وشاف ان دي اللحظة المناسبة للخطة الأخيرة، وقال له بهدوء ليه ما تبيعش أسهمك، وده كان بالظبط اللي هونج مخططه له من البداية. دونج وو ما كانش عايز لكن ما فيش قدامه حل تاني، وألبرت فضل يقنعه انه لو هو بقى رئيس الشركة كل حاجة هتتحل. وفي النهاية دونج وو باع الأسهم فعلا، وألبرت استخدم جهاز ابوه بنفسه عشان ينفذ البيع. وفي الناحية التانية هونج ودونج دي كانوا مستنيين الخطة المناسبة عشان يشتروا كل الأسهم بسرعة، وبكده مجموعة هونج قدرت تسحب أسهم دونج وو بالكامل، والخطة نجحت نجاح كامل، والكل فضل يصرخ ويحتفل بعد العملية. لكن الإحساس بالخطر كان لسه موجود لأن دونج وو لسه ما اتحركش بجد. كل الكلام اللي بين ألبرت وابوه كان متسجل، واتضح ان دو جيان كانت سامعه الحوار كله بسبب جهاز التنصت اللي كانت حاطاه في مكتب دوك وو. هونج ما كانتش تعرف اصلا ان المكتب متراقب، ولما دو لي اكد لدو جيان ان دوك وو فعلا باع اسهمه عينيها لمعت من الصدمه. كانت هتجري فورا تقول لرئيس الشركه لكنها وقفت قدام الباب متردده. هي فهمت ان بيع الاسهم معناه ان منصب دوك وو بقى في خطر وانه ممكن يطرد في اي لحظه، وفي لحظه غريبه فكرت انها تنقذه، لكن بعد ما حسبتها كويس غيرت رايها فورا واتصلت بجهات التحقيق الخاصه بقضيه الصندوق الاسود وفلوس الشركه. في نفس الوقت هونج وبوك هي كانوا قاعدين يخططوا لخطواتهم الجايه، وفجاه نص اتصلت بيهم المستشفى وقالت بانفعال ميسوك فائت يا جماعه، والخبر وقع عليهم كالمعجزه. بعد كل اللي حصل اخيرا ميسوك رجعت للحياه، ولما فتحت عينيها لقت كل بنات السكن حوالين سريرها بيعيطوا من الفرح. فجاه بنتها جريت عليها وهي بتصرخ ماما. ساعتها بس ميسوك استوعبت قد ايه كانت هتسيب بنتها لوحدها وحضنتها بقوه، والاتنين فضلوا يعيطوا. المشهد اثر في نوسا اللي بدات تتمنى تسيب حياه الاغنياء وترجع تعيش معاهم في السكن البسيط، لكن هونج وبوك هي اتوتروا فجاه لانهم افتكروا ان البيت مليان فلوس مستخبيه في كل حته، ولو نوسا شافتها فالموضوع هيتفتح. هونج كانت بتحاول تخبي سر الفلوس لانها عارفه ان كل ما الناس اللي تعرف يزيدوا الخطر بيكبر، لكن اللي ما كانتش تعرفه ان الخطر الحقيقي كان قريب جدا. دو جيان بدات تحقق في مصدر الفلوس المسروقه وجابت مدير البنك بالقوه وخلته يعترف مين اللي سحب الفلوس، ولما وريته صوره هونج اكد فورا ان هي اللي سحبت المبلغ، وكمان قال ان المكالمه التاكيديه جت من دو جيان نفسها. هنا المحقق خطف الصوره من ايده فجاه وبص بصدمه وقال دي هونج جانج مي ولا هونج كامبو؟ دو جيان وشها اتقلب لانها اول مره تعرف ان هونج كانت مستخدمه هويه اختها هونج جانج مي، وفي الوقت ده هونج لسه مصممه تكمل خطتها لاسقاط الرئيس رغم تحذيرات جي بوم ليها من الخطر. جي بوم كمان حاول يقنعها تتراجع لكنها رفضت تماما. وفي الناحيه الثانيه المحقق وصل بنفسه لمطعم اهل هونج علشان يدور وراها، والمصيبه ان اخت هونج الحقيقيه هونج جانج مي كانت راجعه البيت فعلا بسبب ضغط الدراسه. والمحقق اتصل بدو جيان وقال ببرود مرعب نتخلص منها زي البنت اللي كانت في فرع زونج جي. واضح جدا ان القتل بالنسبه لهم حاجه عاديه، لكن دو جيان كانت اهدى منه لانها لسه ما عرفتش هونج خبت الفلوس فين، فقالت له ما تعملش اي حركه دلوقتي، لازم نعرف شركائها الاول. وفجاه استوعبت حاجه خطيره، ان الشخص اللي ساعد هونج في سرقه الفلوس ممكن يكون مساعدتها الشخصيه نفسها. الابتسامه اللي ظهرت على وش دو جيان العجوزه كانت مرعبه. هي فاكره كويس لما طردت بوك هي من الشركه وازاي وقتها كل الناس كانت بتتهمها بالسرقه واختلاس الفلوس، عشان كده استدعت بوك هي فورا لمكتبها وبدات تحقق معاها. وبوك هي رغم شكلها القوي إلى إنها قدام دو جيان كانت مرعوبة بتترعش، ودو جيان هددتها بوضوح مكالمة واحدة مني ممكن تدمر حياتك، فاختاري هتقفي مع مين. الكلام ضرب نقطة ضعف بوكي مباشرة ووشها شحب من الخوف، لكن لحد دلوقتي مش واضح إذا كانت استسلمت فعلا ولا لأ، لأنها رجعت بالليل وقابلت ألبرت ودونج دي وحكت لهم اللي حصل. في الوقت ده هونج ما كانتش تعرف إن دو جيان بدأت تدور وراها بكل الطرق، كانت مشغولة برعاية ميسوك وبنتها، لكن أول ما خرجت من أوضة المستشفى اتفاجئت بدو جيان واقفة قدامها. هونج فهمت فورا إن هويتها اتكشفت، ومع ذلك واجهتها بمنتهى البرود. دو جيان اتعصبت من طريقتها وزقتها بعنف ناحيه الحيطه، لكن هونج كانت مستنيه اللحظه دي. في ثانيه قلبت الوضع وثبتت دو جيان على باب الحمام بالقوه، وقالت لها ببرود تفتكر هيحصل ايه لو الرئيس عرف انك ضيعتي 24 مليار وان؟ دو جيان اتجمدت مكانها، وهونج كملت العدو الحقيقي مش انا، العدو الحقيقي هو الشخص اللي بيمص دم الشركه من جوه. وقتها بدات دو جيان تستوعب ان الشخص اللي كانت واثقه فيه طول الوقت ممكن يكون هو الخطر الحقيقي. قبل ما تمشي هونج طلبت منها تبص على موبايلها كويس وسابتها واقفه مذهوله. دو جيان انفجرت
انفجرت من غضب بعد ما هونج لعبت باعصابها بالشكل ده، والحقيقه ان هونج ما احتاجتش خطه عبقريه عشان تكسب دو جيان لصفها، هي بس استغلت شكوكها اتجاه دونج وو. بوك هي نفسها انبهرت ان هونج قدرت تهدد دو جيان بالشكل ده، لكن المشكله ان هونج ما وضحتش كل الحقيقه. عشان كده لما دو جيان عرفت ان دونج وو كان حبيب هونج القديم، افتكرت ان كل اللي هونج بتعمله مجرد انتقام من حبيبها السابق. وفي الناحيه التانيه دونج وو كان عقله هيقف من اللي بيحصل. وصلته اخبار ان دوك وو باع كل اسهمه، وان الجهه اللي اشترتها هي صحيفه القراصنه، وان الاسم المرتبط بالعمليه هو هونج كامبو. ولما دونج لي زودوا بالمعلومات بدا يشك ان هونج فعلا ورا كل اللي بيحصل. والامور بدات تتعقد لما الرئيس بنفسه بدا يشك في خطط دونج وو، وساله بشكل مباشر عن الشركات اللي بيتم الاستحواذ عليها. دونج وو حاول يهرب من السؤال، لكن بدا يحس ان كل حاجه بتتفكك حواليه. بعدها استدعى هونج عشان يتكلم معاها، لكنها كانت رافضه حتى تبص له، وقالت له بحده انا بس بحاول انقذ الشركه منك، وسابته ومشي. لكن اول ما فتحت الباب اتفاجئت ان نوسا كانت واقفه بره وسمعت كل حاجه تقريبا، والموقف كان محرج جدا. عريسها المستقبلي قاعد لوحده مع حبيبته القديمه. عشان كده دونج وو اضطر يقابل نوسا في كافيه ويحاول يشرح لها، وقال ان هدفه كان يحمي هونج من الخطر وبس. لكن نوسا سالته السؤال اللي جمده مكانه، انت لسه بتحبها؟ وفي لحظة كل ذكريات الماضي رجعت له، الليلة اللي خسر فيها هونج من 9 سنين، وكلام جيبوم عن الندم وعدم تضييع الناس اللي بنحبهم. ساعتها فهم حقيقة مشاعره، هو فعلا ما كانش عايز يشوف هونج بتتأذي تاني. لكن ان هونج دخلت اللعبة اعمق من اللازم، قرر دونج وو يحط اسمها ضمن قائمة الموظفين اللي هيتم طردهم عشان يجبرها تبعد عن كل الخطر ده. لكن دو جيان رفضت القرار تماما، مش خوفا على هونج بل لانها عايزة تعرف مكان الفلوس اللي هونج مخبياها، وعشان كده بعتت محقق يفتش السكن اللي عايشة فيه هونج في السر. وبالفعل في نفس الليلة المحقق اقتحم المكان متخفي، وكان على بعد خطوات من اكتشاف جبل الفلوس اللي مخبيينه. المحقق هجم على هونج من ورا، لكن هونج كانت اسرع منه وكانت هتضربه ضربه في مقتل. ولما حست ان الموقف خطر طلبت من بوكي تهرب بسرعه، لكن هي طلعت الولاعه وهددت تحرق الفلوس كلها لو قرب اكتر. المحقق اتوتر فورا، وفي اللحظه دي بوكي شغلت انذار الحريق، وصوت الجرس قلب السكن كله والناس خرجت تجري من الاوضه. المحقق خاف يتكشف فهرب فورا، وهونج قفلت الاوضه بسرعه قبل ما اي حد يشوف جبل الفلوس المستخبي جوه. وبسبب حركه بوكي الذكيه سكان السكن افتكروا ان في حرامي فعلا وفضلوا يجروا وراه لحد ما اختفى. بعد اللي حصل هونج قررت تمنع دو جيان من انها تتحرك ضدها تاني، فسلمت لها التسجيل اللي فيه خطه دونج هو والمستثمر الهونج كونجي للاستحواذ على هانوين. الادله كانت واضحه، فدو جيان اضطرت تصدقها وراحت فورا تبلغ الرئيس. لكن هو طلع اذكى من الكل، وبدل ما يطرد المستثمر قرر يستخدمه لمصلحته، واتفق معاه يقلبوا الترابيزه على دونج وو نفسه. يعني دونج وو اتحول فجاه من شريك لكبش فدا. ولما دونج وو دخل وشاف المستثمر بيسلم عليه فهم فورا انه اتباع واترمى. وفي نفس الوقت كان باقي نص ساعه بس على حفله خطوبته على نوسا، لكنه اتصل بيها وقال انه مش هيقدر يجي. فنوسا فهمت ان في حاجه كبيره حصلت وقررت تتحمل الاهانه بنفسها، وقالت للناس ان هي اللي سابته. هونج نجحت فعلا انها تطرد دونج وو من الشركه، لكنها ما كانتش مدركه انها دمرت قلب نوسا في الطريق. بعدها نوسا راحت لهونج وهي منهاره، ولما دخلت الاوضه اتصدمت من اكوام فلوس الصندوق الاسود اللي مخبيينها، وفهمت فورا ان اليوم اللي ساعدتها فيه كان جزء من خطه السرقه. ولان السر انكشف هونج اضطرت تحكي لها كل الحقيقه، بما فيها ان باقي اموال الشركه متخبيه في حسابات سويسريه باسم نوسا نفسها، وكمان ورتها ادله فساد الشركه. في الوقت ده دونج وو كان بيطلع من الشركه مطرود وفي حاله انهيار، لكن قبل ما يمشي هونج ظهرت له فجاه عند الاسانسير وهزقته وهي بتساله احساسك انك تطرد من المكان اللي كرست حياتك عشانه عامل ازاي؟ ورغم شماتتها الظاهره كان عندها خطه اكبر، هي بعتت ادله فساد هانمين لدو جيان عشان تضغط عليها، لان الهدف الحقيقي من البدايه كان اسقاط الرئيس نفسه. المفاجاه الاكبر ان هونج بعد ما دمرت دونج وو راحت تقابله وهو بيشرب لوحده، وعرضت عليه ينضم لفريقها، وقالت له انها محتاجه شخص عبقري يدير الخطه معاها، وانها عايزاه يقف ضد الرئيس بدل ما يشتغل تحت ايده. دونج وو اتلخبط تماما، الصبح كانوا اعداء وبالليل هونج بتطلب منه يبقى شريكها. لكن هونج كانت اذكى من الكل، هي عرفت ازاي تحول اخطر خصم الحليف، خصوصا بعد ما لما لمحت له انها ماسكه مفاتيح الصندوق الاسود كله. دونج وو رغم تردده بدا يتاثر من جديد بثقتها وقوتها، خصوصا ان عمره ما قدر ينسى هونج فعلا. اما دو جيان فكانت قاعده تراقب كل حاجه وهي مش قادره تفهم هونج بتخطط لايه بالظبط. واضح ان دو جيان بدأت تفكر بعقل اكتر من قوة، عشان المحقق اقترح عليها يقتحم المكان وياخد الفلوس من هونج بالقوة وخلاص، خصوصا ان المبلغ يكفي يخليها تعيش مرتاحة العمر كله. لكنها رفضت لانها عارفة ان اي غلطة او فضيحة عن اختفاء الفلوس ممكن يخلي الرئيس يدفنها حية. وترددها ده كان في صالح هونج، لانه اداها وقت اكتر ترتب فيه خطتها لاسقاط الرئيس نهائيا. في نفس الوقت دو جيان بدأت تشك في ألبرت، خصوصا بعد طريقته الباردة معاها لما سألته عن هونج، وهونج نفسها حست ان الشك بدأ يقرب منه، فنبهته يتصرف طبيعي وما يلفتش الانتباه. وبعد طرد
دونج وو منصب المدير التنفيذي في هانمين بقى فاضي، فالرئيس قرر يخلي المنافسه بين ألبرت ونوسا، وكل طرف في العيله بدا يدفع مرشحه بالقوه. ابو ألبرت كان عايزه يمسك المنصب باي طريقه، لكن دو جيان كانت مصممه تدعم نوسا لانها اسهل تتحكم فيها. لكن وقتها نوسا كانت اصلا في سويسرا، وده لان هونج بعتتها تسحب جزء من الفلوس السريه هناك، ودو جيان استهانت بيها لانها شايفاها بنت ساذجه وما كانتش متخيله انها بتتحرك من وراها. والرئيس بعدها اعلن اختبار رسمي اللي يثبت كفاءته اكتر بين ألبرت ونوسا هو اللي هيبقى المدير التنفيذي الجديد. واول حاجه عملتها دو جيان انها حاولت تقطع الطريق على ألبرت، فوافقت فورا على استقاله هونج عشان تبعد اهم شخص بيساعده. لكن هونج ما كانتش مهتمه لانها اصلا كانت شايفه انها كسبانه اللعبه بالفعل، وخصوصا بعد ما بقى عندها ألبرت ونوسا جوه الشركه. اما دونج وو فكان لسه مش مطمن لنوسا، لكن هونج اكدت له انها بالفعل في سويسرا بتسحب الفلوس، ونوسا فعلا كانت قاعده في بنك سويسرا قدام حساب فيه 100 مليون وون باسمها وايديها بتترعش وهي بتمضي. دونج وو حاول يقنع هونج توقف قبل ما الدنيا تنفجر، لكنه في الاخر ما قدرش يبعد، ولقوه بالليل قاعد مع العصابه كلها بيخطط معاهم. انضمامه قلب الموازين لانه كان عارف اسرار كتيره عن دو جيان، واهمها ان هي اللي ماسكه باقي الصندوق الاسود جوه كوريا. وبوك هي كمان عرفت مكان الخزنه السريه في مكتبها لانها كانت مساعدتها المقربه زمان. وفي نص الليل بوك هي وألبرت اقتحموا مكتب دو جيان في السر، وألبرت كان مستعد يفتح الخزنه بطريقه احترافيه، لكن بوك هي فاجئته لانها اصلا عارفه الرقم السري. ولما فتحوا الخزنه اكتشفوا كنز حقيقي، دفتر حسابات واختام ومستندات تثبت اماكن الفلوس السريه كلها. وهم خارجين بوك هي لاحظت وجود جهاز تنصت مزروع في المكتب، فبدلته بسرعه بجهاز تاني عشان دو جيان ما تشك. بعدها بدا دونج وو ينشر اشاعه ان صحيفه القراصنه تشتري اسهم هانمين في السر، والرئيس اعلن التحدي الاخير اللي يمسك قائد الصحيفه ده الاول هياخد منصب المدير التنفيذي. ألبرت اتجمد مكانه لان هو اصلا صاحب الصحيفه اللي الكل بيدور عليها. اما ابوه دونج فكان فرحان ومفكر ان ابنه خلاص قرب يبقى رئيس الشركه فعلا. وفي جانب تاني من القصه، ميسوك بدات تستعيد حياتها بعد ما عاشت مع اهل هونج، ولما رجعت الشركه الموظفات فضلوا يلمحوا عليها بسبب محاولتها للانتحار، لكن المره دي ما سكتتش وردت عليهم قدام الكل وخلتهم يبلعوا كلامهم. وبعدها مباشره دخلت هونج الشركه بطريقه استعراضيه ورمت شنطه فلوس على المكتب وطلبت ميسوك بالاسم تشتغل معاها. والمشهد كله كان فيه هيبه وثقه خلت الموظفين واقفين مصدومين، حتى ألبرت ودونج دي بقوا مبهورين بشخصيه هونج القويه، وبداوا يهزروا ان هم عايزين يجربوا احساس الوقوع مع فعالة خير غنيه زيها. في نفس الوقت بوكي فجرت مفاجاه لما قالت قدام الكل ان دونج وو وهونج كانوا مرتبطين زمان. الكلمه نزلت على ألبرت زي الميه الساقعه، خصوصا ان هو كان معجب بهونج فعلا. تاني يوم الصبح ألبرت راح لابوه واعترف له بالحقيقه وقال له ان انا عرفت مين قائد صحيفه القراصنه. فرح جدا في الاول وافتكر ان ابنه خلاص هيبقى المدير التنفيذي الجديد للشركه. بعدها استوعب ان اوزام ده اصلا الاسم السري بتاع ألبرت نفسه. الراجل اتجنن وقعد يحدف اي حاجه تيجي في ايده ناحيه ابنه، والصوت العالي خلى بوكي والسكرتيره يجروا على المكتب، لكن دوكو خبى الموضوع بسرعه وقال ان كل حاجه تمام. هونج كانت متوقعه رد فعله من البدايه وقالت انه مهما ابنه عمل فهو مستحيل يفضحه لانه في الاخر ابوه بيحب ابنه. وفعلا لف ودور وجاب واحد ياباني غلبان ولبسه التهمه بدل ألبرت لما راح يبلغ الرئيس ما اقتنعش قوي، لكن لانه وعد ان اللي هيعرف هويه القائد هيبقى المدير التنفيذي اضطر يعين ألبرت في المنصب. وألبرت قعد على الكرسي اللي ابوه كان بيحلم بيه، لكن الفرحه ما طولتش لان دو جيان كانت سامعه كل حاجه من خلال جهاز التنصت اللي مزروع في المكتب، وراحت فورا للرئيس وقالت له ان دوك وو ضحك عليه وقدم معلومات مزيفه. الرئيس اتعصب بشكل مرعب وخلى الاب وابنه يرقعوا قدامه، لكن المفاجاه كانت لما ألبرت وقف فجاه وقال لجده لو عايز تعرف الاسهم راحت فين جاوبني الاول. حادثه المدير جانج انت اللي دبرتها صح؟ سؤال خلى الرئيس يولع من الغضب. قبل ما الجد يتهور ويقتل حفيده فعلا دوك وو لحق وضرب ألبرت بالقلم عشان يسكته وينقذه، وفي النهايه الرئيس طردهم هما الاثنين من الشركه. رغم كل اللي حصل ألبرت حس براحه غريبه وقال ان خروجه من الصراع ده اهون بكتير من انه ينتهي مقتول زي خاله. بعدها راح يقابل هونج وبلغها ان الخطه نجحت، لكن اعترف ان تحميل ابوه قضيه الصندوق الاسود بالكامل كان خارج الحسابات. هونج كانت ماشيه خطوه بخطوه في خطتها للتخلص من رجاله الرئيس المقربين، والهدف اللي جاي بقى نوسا وامها. نوسا رجعت من سويسرا لكن من غير الفلوس اللي هونج طلبتها منها انها تسحبها، والسبب ان دونج وو اتصل بيها في اخر لحظه ومنعها توقع على اوراق السحب. حتى هونج نفسها ما كانتش تعرف انه عمل كده، لكن الغريب ان التصرف ده انقذ نوسا لان الرئيس بعدها مباشره راجع حساباته في البنك السويسري، ولما لقى ال 75 مليون دولار لسه مكانهم ارتاح وبدا يثق فيها اكتر، وده اللي خلاه يعينها هي كمان في منصب المدير التنفيذي. لكن الرئيس كان مشغول يدور على طريقه يوقع بيها هونج، وجاله اتصال من دونج وو وقال له بهدوء راجع البرقيه اللي بعتها لك. اول ما الرئيس شاف الورق اتشل من الصدمه. دونج وو وونج دي كانوا سحبوا كل الاموال السوداء اللي دو جيانج مخبياها في الفروع المختلفه واستخدموها يشتروا اسهم في الشركه، وفجاه فريق هونج بقى يملك 19% من اسهم هانمين، يعني بقوا تاني اكبر مساهم وليهم حق في اداره الشركه. ساعتها الرئيس استوعب ان هونج لعبت بيه اكبر لعبه في حياته، كل الفلوس القذره اللي جمعها سنين طويله راحت في لحظه، والغضب خلاه يفقد اعصابه تماما، وللمره الثانيه قرر يستخدم اسلوب القذر واصدر امر بالتخلص من هونج نهائيا. فجأة مطعم الفراخ بتاع أهل
هونج اتقلب حرفيا بعد ما الباب اتفتح بعنف ودخل شويه بلطجيه شكلهم مرعب، وعلى راسهم المحقق واخو بوك. دخلوا بمنتهى البجاحه، واول ما دخلوا قعدوا يكسروا ويخبطوا في الترابيزات والكراسي عشان يرعبوا اللي موجودين، والبنات فعلا اتخضوا جدا. وهونج اول ما حست ان في حاجه غلط جريت على طول ناحيه المطعم، لكنها ما تعرفش ان الهدف الحقيقي هو هونج نفسها. المحقق مسكها من رقبتها بعنف وحاول يسحبها بره. بوك هي وميسوك حاولوا يدافعوا عنها، لكن طبعا الاثنين ما قدروش يقفوا قدام شويه بلطجيه بالشكل ده. ساعتها اهل هونج اتدخلوا. ابوها خلع الجاكيت بهدوء وكشف عن تيشيرت نادي التايكوندو القديم بتاعه، وقال بنبره كلها ثقه انه مش مجرد راجل بيقلي فراخ، ده لسه قادر يربي اي حد يقف قدامه. وفعلا الراجل بدا يوزع ضربات شمال ويمين، وام هونج كمان دخلت في الخناقه، وكل واحد من البلطجيه وقع على الارض متبهدل. مفضلش غير المحقق، وده كان فعلا اصعبهم، لدرجه ان هونج وابوها اضطروا يتعاونوا سوا عشان يوقفوه. المحقق طلع سكينه وكان ناوي على شر، لكن لحسن الحظ سمع صوت عربيه الشرطه فاضطر يهرب هو والباقيين. واتضح ان نوسا وكيم بام هما اللي اتصلوا بالشرطه من جوه البيت وهم مستخبيين، والشرطه قدرت تمسك اخو بوكي، وده كان احسن له لان لو اهل هونج كانوا كملوا فيه غالبا ما كانش هيطلع عايش. هونج بعدها قعدت تتفاخر باهلها قدام البنات، وقالت ان ابوها كان بطل تايكوندو وامها اصلا كانت نجمه في الفنون القتاليه. بعد ما نوسا هديت شويه اعترفت انها تعرف المحقق ده من زمان، وقالت ان هو من سنين طويله اقتحم بيت عيلتها هو ورجالته عشان يخطفوها، لكن من شده الرعب فضلت مستخبيه هناك 3 ايام في قبو البيت. والحادثه دي هي السبب الحقيقي ورا شخصيتها الخجوله والخايفه طول الوقت. والاصعب من كده ان اللي خطط لكل ده هو دو جيان نفسها. مش بس كده، دي كمان طلبت فديه من بيل بوم وقتها، رغم ان هم اصلا ما قدروش يخطفوا نوسا. لكن الصدمه الاكبر كانت في رد فعل الرئيس نفسه. الراجل قلب بروتو ان هو يفضل يصرف الفلوس دي على مطارده المجرمين بدل ما يدفعها عشان ينقذ بنته. الكلام ده كسر نوسا من جواها، لانها سمعت بنفسها قد ايه ابوها ما كانش مهتم بحياتها اصلا. وهونج بعد ما فهمت العلاقه القذره بين دو جيان والمحقق بدات تشوف اخيرا نقطه الضعف اللي تقدر تدمر بيها الست دي. ومن ساعتها قررت ما تستناش اكتر، وهونج عملت مؤتمر صحفي رسمي واعلنت فيه قدام الكل انها المديره التنفيذيه لشركه القراصنه، وانها داخله تدير شركه هانمين بنفسها. وبكده اعلنت الحرب رسميا على الرئيس ودو جيان. الرئيس ساعتها اتجنن بعد المؤتمر لانه مش قادر يهزم هونج بشكل مباشر، ولجأ لاساليبه القذره المعتاده. اما دو جيان فدي كانت لعبتها المفضله اصلا، وقعدت تكلم الصحف والمواقع وتدفع فلوس عشان ينزلوا اشاعات واخبار تشوه سمعه هونج وتهاجمها شخصيا. والهجوم الاعلامي ده عمل مشاكل كبيره لعيله هونج، خصوصا بعد ما الصحفيين والمصورين هجموا على مطعم الفراخ طول اليوم. لكن هونج تجاهلت كل ده تماما لان تركيزها بقى على هدف واحد بس، وهو اسقاط الرئيس نهائيا. في اللحظة دي كان هدفهم الوحيد ان هم يجمعوا اكبر كمية اسهم ممكنة، ونوسا كانت هتمسك 9% من الاسهم، ولما النسبة دي تضاف للي معاهم اصلا يبقى فريق هونج بقى معاه 33% من الشركة. ده رقم كفاية جدا يخليهم يواجهوا الرئيس نفسه. دونج وو كان قاعد يحسب كل خطوة بدقة، والخطة دلوقتي ان هم يشتروا اسهم المساهمين الصغيرين قبل اي حد تاني، لان ببساطة اللي يملك نسبة اكبر هو اللي يسيطر على شركة هانمين. والموضوع بقى حرب نفوذ وسلطة بين الطرفين، مين معاه فلوس اكتر ومين علاقاته اقوى. وفي الناحية التانية الرئيس ودو جيان طبعا ما كانوش قاعدين ساكتين بعد الفضايح اللي اتنشرت في الجرايد، الرئيس امر فورا بسحب الصناديق السوداء الخاصه بالاعضاء الفي اي بي. جيان بدات تطلب استرجاع كل الاموال اللي الشركه كانت مخبياها باسماء ناس سوريين، بس اللي ما كانتش تعرفوا ان هونج كانت سابقاهم بخطوه، وكل الفلوس دي كانت اتسحبت واتحولت بالفعل، والحسابات بقت فاضيه تماما. لما المحقق قال لدو جيان ان كل الاموال اتحولت لشركه القراصنه، الست انهارت حرفيا ومسكت وشها من القهر. والمحقق حاول يقنعها يهربوا باي فلوس فاضله قبل ما شركه هانمين تقع بالكامل، لكن دو جيان كانت طماعه زياده عن اللزوم ورفضت تستسلم، وقررت تكمل الحرب للنهايه رغم ان الكفه بقت بوضوح في صالح هونج. وفي نفس الوقت ألبرت كان مراقبهم وصور في السر الاجتماع اللي حصل جوه العربيه بين دو جيان والمحقق من غير ما ياخدوا بالهم. بعدها الرئيس عرف ان دو جيان كانت بتلبس دونج وو تهمه اختفاء الاموال عشان تغطي فشلها هي. الراجل اتجنن من الغضب وفضل يزعق فيها وهي واقفه مش عارفه ترد، ومن ساعتها تقريبا الرئيس فقد ثقته فيها بالكامل وبقى يرفض يسمع اي اقتراح منها. وده كان في صالحهم جدا لان دو جيان كانت عايزه تستعين بشركه المستثمر الكبير دي كي، لكن الرئيس تجاهلها. وفي المقابل دونج وو كان سابقهم بخطوه جديده وراح للمستثمر بنفسه وهدده بطريقه ناعمه مستخدم المصالح والفلوس، وقال له بمنتهى البرود انا بديك فرصه تنسحب بهدوء. وكلامه كان كفايه يخوف اي حد، وفعلا المستثمر سحب استثماراته بالكامل من هانمين. لما الرئيس عرف الخبر كان هيموت من الصدمه، حتى والده نوسا كانت قاعده جنبه وبدات تحس ان الشركه فعلا بتغرق. وفي وسط ارتباكها وصل لها عرض من هونج طلب منها تنضم لصفهم مقابل 1% من اسهمها. في الاول الست ضحكت لانها كانت شايفه ان هونج مجرد بنت بتحاول تستغل الموقف، وكمان كانت لسه مهتمه بمستقبل بنتها نوسا. هونج طلعت الورقه الكسبانه وطلعت صوره لدو جيان وهي قاعده مع المحقق في العربيه، والصوره اللي ألبرت صورها لها قبل كده. وبعدين كشفت لها الحقيقه الصادمه ان دو جيان هي اللي كانت ورا محاوله خطف نوسا زمان، وكمان ليها علاقه بموت المدير كي. الصدمه قلبت الام 160 درجه، وفورا راحت تواجه دو جيان والرئيس بالصوره، رمتها قدامهم على الترابيزه وقالت بعصبيه فسري لي الصوره دي. الرئيس بدا يفقد اعصابه وطلب من دو جيان تقول الحقيقه، لكن الست كذبت بكل برود وفضلت تنجر لحد ما صدقها، او بالاصح هو ما كانش مهتم ببنته اصلا قد ما كان مهتم
تهتم بالشركه، بس ده بالظبط اللي هونج كانت عايزاه. هي اصلا ما كانتش بتحاول توقع دو جيان بالصوره، هدفها الحقيقي كان ال1% من اسهم نوسة، وقدرت فعلا تفرق بينها وبين الرئيس وتسحبها ناحيتهم. وفي الاخر نوسة راحت لهونج وهي مكسوره وقالت لها خدي ال1%، بس اوعي تدخلي نوسة في الليله دي. وفي نفس الوقت دو جيان بدأت تفكر في خطة جديدة، واعترفت ان في ناس زمان اختلسوا مبالغ ضخمة وممكن يستغلوا الملفات القديمة دي في الحرب اللي جاية. بدأت تتحرك هي كمان عشان تضرب فريق القراصنة بتاع هونج، وكان هدفها الأساسي المرة دي هي بوك هي لأنها أضعف نقطة وسطهم. لكن بوك هي ما كانتش ناوية تهرب رغم تحذيرات هونج، وأصرت تكمل للآخر وقالت إنها مش هتستخبى تاني. وتاني يوم الأربعة دخلوا الشركة بكل ثقة وكأنهم داخلين معركة وهم جاهزين ليها. كل الموظفين فضلوا يبصوا عليهم باستغراب، لكن الغريب فعلا إن الرئيس ودو جيان ما كانوش موجودين في مكاتبهم. وفجأة الشرطة اقتحمت المكان. الضباط راحوا مباشرة لبوكي وقالوا لها انت متهمة بالاختلاس وسرقة الأموال، اتفضلي معانا. البنت اتصدمت وما لحقتش حتى تدافع عن نفسها والشرطة خدتها، وساعتها فورا ظهرت دو جيان وهي بصلها بتشفي وقالت انا كنت مديالك فرصة لكن للأسف انت أضعف حلقة. لكن الغريب ان بوكي ما انهارتش، بالعكس ابتسمت الابتسامة الغامضة المعروفة بتاعتها. وهونج أول ما شافت الابتسامة فهمت ان في حاجة مستخبية ورا الموضوع. لكن نوسة ما كانتش قوية نفسيا زيها، ولما شافت بوكي وهي بتتاخد قدام عينيها بدأت تفقد الثقة في هونج ومشيت من المكان وهي متلخبطة وموجوعة. وده خلى الكل يفكر ان نوسة سابت فريق القراصنة فعلا، والمحقق نقل كل اللي حصل لدو جيان. لكن المفاجأة ان نوسة بعدها طلبت رسميا 9% من اسهم اللي ابوها كان وعدهم بيها، وده رفع حصتها ل 14% وخلى الناس كلها تبدأ تتكلم. وفي نفس الوقت هونج بدأت تحضر لأكبر اجتماع مساهمين في تاريخ شركة هانمين، هدفها كان انها تفضح المساهمين الوهميين اللي الرئيس عاملهم عشان يتحكم في الشركة. اما الرئيس فبدأ يلعب لعبته هو كمان، امر الامن والموظفين الاقوياء يقفلوا كل المداخل ويتأكدوا ان مفيش حد من طرف هونج يدخل الاجتماع، لكنه ما يعرفش ان هونج كانت مجهزة كل ده من بدري. هي قضت ايام تكلم المساهمين وتقنعهم ينضموا لصفها، وجابت معاها عدد كبير منهم. ولما دو جيان افتكرت انها عطلتها خلاص، هونج دخلت من سلم الطوارئ مع مجموعه صغيره، لكنهم اكتشفوا ان كل المخارج متقفله بالحراسه. وفي اللحظه الحرجه دي ظهر دونج لي فجاه وساعدهم، حتى انه وقف يزعق للحراس بنفسه لحد ما سمحوا لهم يدخلوا. وفي اخر لحظه هونج دخل قاعه الاجتماع، وهنا بدات الحرب الحقيقيه. حلفاء هونج وقفوا واحد ورا التاني يهاجموا الرئيس ويتهموه بالطمع والفساد. وفجاه هونج وقفت وقالت بصوت قوي لازم نصوت على عزل الرئيس كانغ بيلبوم. لكن رغم ان عدد المساهمين اللي معاهم كان كبير الا انهم ما قدروش يسقطوه، والرئيس بدا يحس انه كذب، خصوصا انه كان فاكر ان نوسة سابت فريق هونج وقرر يقدمها قدام الناس كواجهه للشركه. وفي اللحظه دي جالها اتصال، كان المفروض تظهر ببدله المدير التنفيذي اللي دو جيان جهزتها لها، لكن المفاجاه ان نوسة دخلت لابسه لبس المتدربين البسيط اللي بدات شغل بيه، وقالت قدام الكل انا دخلت الشركه من 3 شهور لان ابويا قال لي لازم ابدا من تحت. والرئيس كان قاعد تحت فخور جدا بكلامها. لكن بعدها مباشره نوسة قلبت الترابيزه وقالت وعشان كده قررت استخدم الاسهم بتاعتي لدعم القراصنه. الصدمه نزلت على الرئيس كالصاعقه، بنته قلبت عليه في اخر لحظه قدام الكل. ومن وقتها الكل فهم ان نوسة اختارت اخيرا عيلتها الحقيقيه، مش القصر ولا النفوذ لكن السكن الصغير اللي مليان ضحك والناس بتحبهم بجد. وفي النهايه قالت لهم بكل اصرار انا كمان عايزه اساعد واقدر اعمل ده. اتضح ان وقت مقابله هونج مع والدة نوسة قبل كده ان نوسة نفسها كانت موجوده، وهناك هونج سلمتها مهمتها الحقيقيه، وكان المطلوب منها تكسب ثقه الرئيس للاخر لحد ما يطمن لها. وفي اجتماع المساهمين نوسة فاجأت الكل وفجرت قنبله جديده وقالت قدام الكل انا اصلا ما كنتش اعرف ان في حساب في سويسرا باسمي، ومصلحه الضرايب لازم تحقق في الموضوع ده. الكلام ده قلب القاعه فوضى، خصوصا ان الاجتماع كان بيتذاع على الهواء مباشره، وفضيحه البنت اللي خانت ابوها انتشرت في كل مكان بسرعه النار. وفي وسط الخراب ده المحقق بدا يضغط على دو جيان ويقول لها ان هم لازم يهربوا قبل ما الدنيا تقع فوق دماغهم. لكن دو جيان ما كانتش ناويه تخرج خسرانه، كانت عايزه تلسع الرئيس لسعه اخيره قبل النهايه، واقترحت عليه يهربوا سوا بره البلد لحد ما الازمه تهدى. لكن الرئيس رفض فورا وقال ببرود لا لازم حد فينا يفضل هنا يواجه الشرطه والاعلام، انت هتفضلي في سول وانا هستناكي في سويسرا. ساعتها فهمت الحقيقه القاسيه، الراجل كان ناوي يضحي بيها وينقذ نفسه هو وبس، هو كان ناوي ياخد الفلوس السوداء اللي مخبيها في سويسرا ويعيش باقي عمره مرتاح ويسيب دو جيان تواجه المصير لوحدها. ومع ذلك امرها ترجع الشركه وتمسح كل الادله قبل ما الشرطه توصل لها، ورغم انها كانت حاسه انها داخله المقصله بنفسها لكنها وافقت. تاني يوم دخلت الشركه وهي متوتره، لكن اول ما وصلت السكرتيرات جم يجروا عليها بالاخبار الكارثيه. مصلحه الضرايب بدات تحقق في التهرب الضريبي، وقضيه الاموال السوداء اتفتحت، حتى صفقات الفساد القديمه بقت تحت التحقيق. عرفت ان الوقت خلص فدخلت بسرعه مكتب الرئيس تجمع اي حاجه تنفعها، لكن وهي ماسكه دفتر الحسابات اللي فيه اسرار الاموال السوداء افتكرت كلام المحقق انقذي اللي يخصك. وفي اللحظه دي الطمع غلبها ومسكت التليفون وبدات تنتحل شخصيه الرئيس، واصدرت اوامر بنقل كل السيوله النقديه الخاصه بالشركه. بس كده دي كمان الغت تذكره سفر الرئيس لسويسرا عشان يفضل محبوس في البلد. بعد ما جمعت الفلوس خرجت من الشركه وهي شايله شنط مليانه فلوس ومستندات، لكن المحقق كان مستنيها. اول ما شاف منظرها مرتبك والشنط التقيله
فهم كل حاجه فورا وخطف منها شنطه الفلوس. وبعدها بوقت قصير رجاله المحقق جروها بالقوه لحد قدام الرئيس نفسه. دو جيان كانت فاكره انها لسه تقدر تتحكم في المحقق، لكن الصدمه ان المحقق ده كان طول عمره شغال لصالح الرئيس من الاساس، والست اللي ضحت بعمرها كله تخدمه واتحملت كل وساخته 30 سنه اول ما خانته اول مره رماها فورا، وبكل برود قال لها شكرا على خدمتك طول السنين اللي فاتت، وسابها لمصيرها ومشي. وفي اليوم اللي بعده بدات جلسات التحقيق الرسميه مع الرئيس، لكن دو جيان كانت اختفت تماما. اما هونج فكانت مستنيه اللحظه دي من 9 سنين كامله، ودي اللحظه اللي هتوقع فيها امبراطوريه هانمين الفاسده. لكن بيلبوم حتى وهو واقع ما استسلمش وجاب محامي شرس جدا وبدا يقلب القضيه ضد هونج نفسها، والمحامي ركز ان هونج استخدمت هويه مزيفه ودخلت الشركه بشكل غير قانوني. وهكذا هونج بقت واقفه لوحدها قدام الرئيس والمحامي بتاعه في مواجهه صعبه جدا، ورغم ان جرائم الرئيس كانت واضحه الا انه كان لسه قادر يلف ويدور ويقلب الحقائق. والمشكله الاكبر ان هونج رفضت تكشف هويه جي موك الشخص اللي سلمها دفتر الحسابات، حتى لما الضغط زاد عليها اصرت تحافظ على وعدها وقالت وعدته اني مش هكشفه ومش هخلف وعدي. هونج اتفاجئت رغم انها رفضت تكشف هويه جين موك الا انه ظهر بنفسه فجاه في المحكمه كشاهد، وظهوره كان مختلف تماما عن صورته المعتاده كشخص جبان وضعيف. الراجل دخل بثبات وبدا يدلب شهادته بكل شجاعه، كلمه ورا كلمه شهادته كانت بتسحب هونج ناحيه النص. جين موك كشف كل الحقيقه الخاصه بدفتر الحسابات الاسود وشرح بالتفصيل ازاي الرئيس كان مخبي كل جرايمه، لدرجه ان الرئيس والمحامي سكتوا تماما ومبقاش عندهم رد. لكن حتى بعد انكشاف الحقيقه قدام الناس كلها الرئيس فضل ينكر اي علاقه ليه بالموضوع ورمى كل التهم على دو جيان. ساعتها المدير استغرب جدا وقال ان اغرب حاجه في القضيه هي اختفاء دو جيان لانها ما خرجتش بره البلد اصلا، ودو جيان ما ظهرتش، واثبات التهم على الرئيس هيبقى اصعب بكتير. عشان كده هونج طلبت مساعدة النيابة عشان يلاقوا مكانها، وأول مشتبه فيه كان المحقق دانسو. الشرطة لما فتشت مكانه لقت كمية أدلة مرعبة، منها حاجات تخص ضحايا قدام ومن بينهم زميل هونج القديم اللي كان كل فاكره إنه انتحر. هونج اتصدمت لما شافت الأدلة وقررت تراقب دانسو بنفسها مع الشرطة، وبقت ماشية ورا الضباط وكأنها هي القائد بتاعتهم، وهي بتقول لهم يلا بسرعة خليكوا لازقين فيه. وفي النهاية تتبعوه لحد بيت الرئيس، وهونج عرفت البيت فورا، لكن الضباط اضطروا يستنوا إذن تفتيش رسمي. أما هي فما قدرتش تستنى اللحظة، كلمت نوسة وسألتها لو معاها مفتاح البيت، وبعدين تسللت للداخل بنفسها، وجوه قبو النبيت تحت البيت اكتشفت الصدمه. دو جيان كانت مربوطه ومحبوسه هناك. هونج جريت فورا تفكها وفعلا قدرت تخرجها، لكن دانسو شاف وقف قدامهم وقال بتهديد ولا واحد فيكم هيطلع حي من هنا. لكن اول ما هجم هونج ضربته وقعته على الارض فورا، وبعدها قررت تفضل تواجهه لوحدها وسابت نوسة وباكي ياخدوا دو جيان ويهربوا. لكن دانسو كان مجرم خطير فعلا وقدر يغلب هونج بسرعه، وكان قرب يخنقها ويموتها. وفجاه دوا صوت عربيات الشرطه في المكان، ودانسو اضطر يرفع ايده ويستسلم اخيرا. واتضح بعد القبض عليه انه عنده عاده مرعبه، كان بيحتفظ باغراض كل ضحيه قتلها كتذكار، والحاجات دي نفسها بقت ادله قاطعه تثبت جرائم. اما دو جيان فنجت بحياتها بفضل هونج، ورغم كل الشر اللي عملته فيها هونج سامحتها وانقذتها، وده خلى دو جيان تنهار في العياط من الندم. وفي نفس الوقت الرئيس كان متخيل ان هو هيفلت، كان واثق ان معارفه ونفوذه هيطلعوه من اي ازمه. وفجاه والده نوسة دخلت عليه في الغرفه السريه، والرئيس اتفاجئ لكنه افتكر انها جايه تهرب معاه، فقال لها تحبي تيجي معايا؟ بعد ما خسر كل حاجه الشركه ورجالته ونفوذه ما فضلش في حياته غير طلقته دي. وفعلا الست ركبت العربيه معاه وخلته يفتكر انها هتهرب للمطار، لكن المفاجاه ان العربيه وقفت قدام اسم الشرطه مباشره، والرئيس اتجنن وبدا يزعق فيها بعد ما فهم انها خدعته. لكن هي ردت عليه بكل ثقه انا كنت ملكه جمال كوريا ومستقبلي اهم من اني اهرب معاك. وفي اللحظه دي اتضح ان هونج كانت مرتبه كل حاجه من البدايه، حتى والده نوسة لعبت لعبه الزوجه المخلصه للنهايه بس عشان تضمن ان طليقها يدخل السجن بنفسه. في النهايه نوسة ومامتها اخيرا فهموا الدرس، وان الفلوس والسلطه والشهره كلها حاجات وهميه، وان الحاجه الوحيده اللي فعلا بتفضل هو حب الام لبنتها. وبالنسبه لدانسو فالحاجه اللي هونج لقيتها بالصدفه طلعت تخص اخو المدير اللي مات زمان، ولما المدير مسك الدليل الوحيد اللي يثبت براءه اخوه اخيرا الراجل اللي طول عمره هزار وضحك ما قدرش يمسك دموعه. وهنا رحله هونج اللي استمرت 10 سنين بدات تقرب للنهايه. اما ألبرت ففهم ان دي غالبا اخر مره هيشوف فيها هونج، ورغم ان هو كان معجب بيها جدا لكنه استوعب ان هما من عالمين مختلفين، يعني مفيش امل يركب الطياره دي. بعدها دونغ هو اعلن قدام الاعلان ان منظمه القراصنه ساندو هتتفكك اول ما شركه هانمين تلاقي رئيس جديد، ورغم ان مجموعه هونج بقى معاهم نفوذ ضخمه الا انهم ما كانوش طمعانين في الشركه. هدفهم من البدايه كان انقاذهم من الرئيس وبس، ولما بداوا يدوروا على رئيس جديد للشركه هونج كانت فاكره انها لقت الشخص المثالي، لكن المفاجاه ان الراجل رفض المنصب ورشحه لحد ما حدش كان متوقعه، دونغ لي نفسه. ايوه الراجل اللي هونج كانت بتكرهه واللي قلب الترابيزه في اخر لحظه وساعتها تكسب. في الاول دونغ لي عمل نفسه جاله ازمه قلبيه من الصدمه، لكن اول ما هونج قالت هتشوف حد غيره قام واقف عادي جدا. وكلام هونج ان المنصب بيصنع الانسان اثر فيه فعلا لدرجه انه كان هيزعق للسكرتيره، وبعدها افتكر كلامها واتعدل فورا. وبعد كل اللي حصل ألبرت وباباه اخيرا اتصالحوا، وألبرت قدر يفتح محل الالبومات اللي كان نفسه فيه من زمان بدل حياه الشركات والقرف ده.
اما دونج جي ففتح شركه العاب خاصه بيه، وكل واحد تقريبا بدا يعيش حياه هاديه ومستقره. الوحيد اللي كان لسه تايه شويه كان دونج هو بعد ما خسر منصبه وكان مسافر تاني يوم، فراح قابل هونج بالليل واعتذر لها عن كل اللي فات، وقال لها انه زمان كان فاكر ان القدر والحب الحقيقي مجرد كلام افلام، لكن بعد ما قابلها تاني صدق ان الحاجات دي فعلا موجوده. ودي كانت النهايه الهاديه لعلاقه حب معقده استمرت 9 سنين. وبعد شويه وفي نفس اليوم اللي بوم دخلت فيه المدرسه، بوكي خرجت من السجن اخيرا، بس شكلها بقى شبه النصابين المحترفين رسمي.